منذ أن أعلن الشيخ محمد عبد الله نصر على صفحته أنه المهدي المنتظر، وطالب كل الشعوب الإسلامية بمبايعته، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وصلت إلى حد تقديم بلاغات للنائب العام، إلى حد اتهامه بالجنون وطلب إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، واتهامات من مختلف الأنواع. قلنا نناقش هذه القضية. معانا الشيخ محمد عبد الله نصر، وهنتكلم معاه بأسلوب المناظرة وفقا لقواعدها التقليدية، وهي: واحد، عدم المقاطعة، عدم تداخل الأصوات، أيضا احترام الجزء المخصص أو الوقت الزمني المخصص لكل ضيف، أن نعتمد على قاعدة حجة في مواجهة الحجة وليست شتائم في مواجهة شتائم، ولن تكون إن شاء الله في هذا الحوار. ومعانا كمان هأقدم أولا الشيخ محمد عبد الله نصر. الشيخ محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا زويل. وأقدم أيضا الدكتور عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. دكتور عبد الله أهلا بيك. أهلا وسهلا. اتفقنا على القواعد المتفق عليها في الحوار، وإن شاء الله نلتزم بيها. شيخ محمد، منذ أن أعلنت على صفحتك إنك أنت المهدي المنتظر، وأنا محمد ابن عبد الله المهدي المنتظر، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني أو سوف يأتي اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، فيعني ده ينطبق عليك ظاهريا يعني. فأنت خدت ده إنه ربما يعني مدخلا، وقلت أنا المهدي المنتظر، وطلبت شعوب العالم الإسلامي بمبايعتك. قبل بقى ما أتكلم عن البلاغات العديدة، يعني 6 أو 7 بلاغات قدمت حتى الآن وربما أكثر، وإحنا بنتكلم هتلاقي المزيد من البلاغات، اتهامات مختلفة، بعضها بيكفرك، بعضها بيطالب بإيداعك مستشفى الأمراض العقلية. خلينا نبدأ بالبداية. ما هو سبب دعوتك بهذا الشكل؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بين عني فإنني لا أحسن البيان، وبلغ عني فإنني لا أحسن البلاغ. حقيقة الأمر أنا أعتبر نفسي كجراح في غرفة عمليات لديه مريض يحتاج إلى الإفاقة، والإفاقة لا تتم إلا بصدمة كهربائية. صدمة كهربائية؟ نعم. رأيت، بس الصاعقة أحيانا ممكن تموت المريض، خلي بالك. رأيت، لا بإذن الله هذا المريض سيحيا، فالإسلام باق ما بقيت السماوات والأرض. رأيت أمة تلبس مما لا تصنع، وتأكل مما لا تزرع، وتعالج بأدوية لا تنتجها، رغم أن أول آية في كتاب هذه الأمة يقول اقرأ. فأردت أن أوقظ هذه الأمة التي تنتظر، أمة منقسمة تشرذمت إلى شيع ومذاهب، وكل مذهب تمذهب على نفسه، سنة وشيعة، الجميع ينتظر المخلص، رغم أن المخلص فينا والهادي فينا. فما بين شيعة ينتظرون مهديا في سرداب من عام 230 هجريا يظنون أنه داخل السرداب وسيخرج عما قريب، وما بين سنة ينتظرون مخلصا يخلصهم والجميع نيام لا يعملون. فقلت ألقي حجرا في الماء الراكد، وقررت أن أضحي بنفسي. يعني أنا ممكن أكون ضحية الموضوع ده في الحقيقة. خلي بالك البلاغات دي ممكن تقودك إلى السجن. ما كتبه الله سيكون. وخلي بالك كل الذين، أنا عملت تحقيق قديم عن إن كل عدد كبير من اللي ادعوا إنهم المهدي المنتظر نصهم في مستشفى الأمراض العقلية. العنبر البعدوية. نعم. لا طب أنت عارف العنبر. عارف العنبر. أنا أقول أن كل مهدي فينا الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المهدي فينا والشيطان فينا،
فمن أراد أن يهتدي فليهتدي. أرسل الله سيدنا المسيح عيسى ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص فكذبه الناس وأرادوا قتله فرفعه الله. أرسل الله كليمه موسى وشق البحر للناس فلما عبروا البحر عبدوا العجل. معناها أن الأنبياء نفسهم جم بكرامات ومعجزات والناس لم يؤيدوهم. سيدنا إبراهيم ألقوه في النار، سيدنا نوح مكث 950 عام يدعو الناس. يبقى هيجي المهدي اللي هو أقل من النبي بكتير، واللي هو أصلا أحاديثه كلها ضعيفة وجاية من ديانات أخرى من الزرادشتية والمجوسية. وهنا أقول أن عقيدة المهدي المنتظر هي عقيدة تسربت إلى الإسلام من كعب الأحبار عن طريق المجوس. وأنا جايب هنا معلومات تاريخية وجايب طيب لا بس خطوة خطوة بس شيخ محمد عبد الله. نعم. أنت بتعلن بوضوح وبيانها، أعلن أنني الإمام المهدي المنتظر محمد بن عبد الله الذي جاءت به النبوءات، وجئت لأملأ الأرض عدلا وأدعو السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي، وذلك مصداقا للحديث القائل. وقلت يعني نعم هنا يعني هزار؟ لا ليس هزارا. أنا هنا أعرض تعرض إيه؟ أنت بتقول أنا المهدي المنتظر. أيوه. وتطالب الناس بمبايعتك. نعم أنا أنتظر هنا، أعرض على الناس وأنتظر عقول الأمة لكي تستيقظ، وأستفز شيوخها ليردوا. ماذا أنتم فاعلون إذا خرج شخص ما وقال أنا المهدي وجاءكم بأدلة؟ هل عندكم أمارات تعرفون بها من تسمونه المهدي؟ هنعرف ازاي ان الشخص ده اسمه المهدي؟ يعني انت عايز تقول ان انا المهدي ولا يستطيع احد ان يشكك، لانه ما عندكوش معايير تحدد من هو المهدي. طبعا انتوا جايبين احاديث بيقول ان المهدي اسمه محمد عبد الله، وبتقول انه من آل البيت. وانت محمد عبد الله. انا اسمي محمد عبد الله، كلنا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا من ولد آدم، وكل من ولد آدم والنبي من ولد آدم. وعلى فكرة أمي منسبة من جهة الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لكن أنا ما يعنينيش الكلام ده. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولكن هنا أنا أقول حاجة، هتتعاملوا مع هذا الواقع إزاي وانتوا داخلين على صراع طائفي مذهبي؟ هنفتت الدول. أنا هنا بسأل شيوخنا. شيخ محمد، المهدي المنتظر إمام آخر الزمن سيأتي ليملأ الدنيا عدلا بعد أن امتلأت ظلما يعني. وفي شروط متعلقة بالمهدي. يعني أنت هتملأ الدنيا عدلا يعني؟ رسل الله وأنبيائه سيدنا نوح مكث 950 عام لم يملأ وهو من علامات عدلاً. الساعة، وهو من علامات الساعة. لا يعني ليس للساعة علامات، لأن الله قال لا تأتيكم إلا بغتة. الساعة لا تأتينا إلا فجأة. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه قال أن هناك علامات للساعة فهو بعيد عن القرآن، لأن القرآن الكريم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ويقول ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. الأكاذيب اللي خلت المسلمين ينتظروا قيام الساعة عشان يتعطلوا عن الدنيا، ركب الحضارة تخلفنا عنه. روحوا انتوا استنوا المهدي المنتظر اللي هناك ده، وانتظروا علامات الساعة والآخرة، وخلوا الغرب للتقدم والحضارة والعلم والمدنية، رغم أن الإسلام دين الحضارة والعلم والمدنية. هذه العقيدة التي دست في الإسلام عن طريق أعداء الإسلام وخصومه كان الغرض منها نشر ثقافة التبلد والتكاسل وانتظار الغائب الذي لن يأتي. 1400 سنة الغائب الذي لن يأتي. يعني أنت في يقينك أن المهدي لن يأتي؟ نعم لن يأتي بنص القرآن، لأن القرآن الكريم قال لسيد الخلق وأشرفهم ليس عليك هداهم. فإذا كان النبي محمد وهو أعظم الخلق قال له ربه ليس عليك هداهم، فهل هداهم على المهدي؟ طيب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بس خلينا أبدأ من الجزء. يعني أنت بتقول أنا لو قلت كده أعلن أنني أنا الإمام المهدي المنتظر محمد بن عبد الله، وينطبق عليك الشرط الظاهري ان اسمك محمد على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيك على اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم،
لا يستطيع احد انه ما يقولش انك انت المهدي المنتظر. طب ايه المعايير عندكم اللي هتقبلوها وتتعاطوا مع الواقع ده؟ هتحلوا الجيش؟ ما هو المهدي ده جاي يملأ الارض عدلا، معناها ان انتوا هتهدوا الانظمه السياسيه الموجوده، لا هيبقى في رئيس لمصر ولا السعوديه ولا العراق، كلها هتبقى تحت رايه المهدي، وهنحل الجيوش. يبقى اللي بيدعو لهذه العقيده يدعو لاسقاط الانظمه السياسيه في الوطن العربي وهدم الجيوش، ولذلك هي عقيده دست عشان هيستخدموها في التوقيت اللي جاي في الصراع السني الشيعي. طيب خليني هنا دكتور عبد الله، يعني لو بدأت من دعوته، هو بيقول يعني انا بستخدم اسلوب الصاعقة او اسلوب الصدمة، وان انا هقول انا المهدي المنتظر، اسمه محمد عبد الله، ينطبق عليه ظاهريا ما يتعلق بالمهدي المنتظر. فهو بيقول انه لا يستطيع احد انه يكذبني، لا توجد معايير، لا توجد شروط، وفي سياق ذلك بيطلع منه بينفي وجود المهدي المنتظر من الأساس. تعليقك على كلام الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد ذكر عدة نقاط كثيرة، بس أنا أحاول أختصر عشان ما نتوهش معنا المشاهد. يعني الأمة الإسلامية طيلة 14 قرنا من الزمان مليئة بالمفكرين والعلماء والأدباء. كتب الدين مبثوثة هنا وهناك، ومدونات التراث موجودة. والذين تكلموا في هذه القضية لم يتكلموا من عنديات أنفسهم، وإنما بناء على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكم مر على الأمة الإسلامية من أناس ورجال اسمهم محمد بن عبد الله، ما حدش فيهم ادعى المهدوية. ليه؟ لأن في عندنا صفات محددة. فلو سؤال حضرتك المباشر هل في صفات للمهدي محددة؟ نعم في صفات. أول حاجة اسمه محمد بن عبد الله، وده ممكن أي حد يدعيه زي ما الشيخ محمد ادعى. ثاني حاجة أن يكون من ولد الحسن ابن علي عليه السلام، من سلالة سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنهما. إذن الذي يدعي هذا الأمر وليس من ولد الحسن ابن علي فهو كاذب، نبص له في وشه نقول له أنت كذبت وادعيت زورا. رقم 3، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أقنى الجبهة يعني أقنى الأنف. أقنى الأنف يعني الأنف أجل الجبهة أقنى الأنف، يعني جبهته زي فيها صلع شوية. أقنى الجنف يعني الأنف اللي هي الأنف الإيه المناخير بيسموها مدببة دي، كده ليها شكل معين معروف يعني. يعني تحدث عن ملامح شكلية. ملامح شكلية. دي مش موجودة في الشيخ محمد ولا ايه؟ لا عنده شعره، ما عندوش. لا في شعره. طب يبقى ظاهريا ما ينفعش، يبقى ظاهريا الصفات غير منطبقة. نكمل بس كلام. طيب إذن كل عندنا صفة إنه من ولد الحسن بن علي مش موجودة، صفة إنه أجل الجبهة مش موجودة، صفة إنه أقنى الأنف مش موجودة. ادي 3 صفات. الصفة الرابعة بقى إن هو يحكمه 7 سنين. يبقى لازم يكون الشيخ محمد راجل حاكم. حاكم يعني إيه؟ يعني يكون راجل مسؤول، يطلع كده يجيب الأتباع بتوعه ويطلعوا يحاربوا الجيش المصري ويفتتوه، بعدين يطلعوا بقى على الجيش السعودي يقتلوا الملك هناك ويحاربوه هو كمان، ويروح على الكويت والإمارات وعمان وقطر يهدوا البلاد دي كلها، وبعدين يروح عند مكة يعمل بيعة. طيب عندنا صفة رابعة كمان ودي مهمة جدا، عشان الشيخ محمد قال لي عايزين نحارب الجيوش والكلام ده. الكلام ده غير منطقي وغير وارد، لأن صفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي واضحة: يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما. أنا عندي دلوقتي في أنظمة قائمة في العالم ولا لأ؟ في أنظمة. إذا الأرض مش مملوءة ظلما هيت. في عندي جيوش تذود عن بلادها وتحميها ولا لأ؟ إذا أنا ما عنديش فوضى خلاقة. في عندي قضاء ومحاكم سواء في كل بلاد العالم. انت في اي بلد دلوقتي موجود، لو انت في امريكا وانت مواطن مسلم غير امريكي مصري تستطيع ان تحصل على حقك وبالقانون. في مصر تستطيع ان تحصل على حقك وبالقانون. في كل بلاد العالم هناك هيئة الامم المتحدة، هناك محكمة العدل الدولية. اذا الانظمة القائمة يعني العدل ما ضاعش ولا الارض امتلأت ظلما. لا. اذا معنى كده ان الصفات مش موجودة ابدا. فلما يجي واحد يقول لنا الكلام ده نقول له ده كلام غير صحيح. يبقى أنا عندي المهدي المنتظر هيظهر وأنا ما عنديش في العالم حكومات ولا عندي حاجة، وفي عندي ظلام دامس، وفي عندي فساد، وفي عندي ظلم، والناس بتقتل في بعضيها، حالة هرج ومرج بقى دي اللي موجودة. هنا هيظهر المهدي. الحتة الثانية اللي قالها الشيخ محمد إن المهدي أحاديثه مكذوبة، ده الكلام ده غير صحيح. أنا في عندنا علماء العلم يا أستاذ وائل يؤخذ بالتلقي بالتخصص. أنا طبيب أتكلم في الطب،
انا مهندس اتكلم في الهندسه، انما ما اطلعش اتكلم في حاجه ماليش فيها، يبقى انا كده بضحك الناس عليا. لما المكان ده مبني على قواعد معينه، اجي انا انقض القواعد دي كلها واقول لا الهندسه علم غلط وانا هبتكر لكم هندسه جديده، يبقى انا مخرب على طول مكاني. زي ما قال الشيخ محمد، مستشفى المجانين. احنا مش عايزين نروح مستشفى المجانين، ولا عايزين ندعي ان احنا عندنا حالات نفسيه او مرض، او عايزين نعمل بروباجندا وشو اعلام. احنا عايزين نصحح عقائد الناس، وعايزين نتكلم فيما ينفع، بدل ما اطلع اتكلم في الحته دي واقول ده هيدعو للتواكل. فين التواكل في كده؟ ايه المشكله ان انا اقول ان في حاكم عادل هيجي في يوم من الايام هيطبق العدل، الخير هينتشر على ايديه، هيملأ الارض عدلا، اللي هو المهدي يعني. هل ده طب ما انا حصل ده عندي هو في بيقول التاريخ. لك انه ننتظر من لا ياتي. احنا ما قلناش ننتظر، خلي بال حضرتك، ولا سيدنا النبي، ودي اكذوبه على فكره الناس بتقولها، ولا سيدنا النبي قال انتظروا وناموا، لا ده كلام غلط. ده انا عندي سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا قامت الساعه يوم القيامه يعني، وفي يد احدكم فسيله، غرسه شجره بتاع نخله اي حاجه، فان استطاع ان يغرسها فليفعل. قول لي حضرتك هتعمل ايه بفسيله هتغرسها او بنخله هتغرسها وانت القيامه هتقوم؟ هتعمل ايه بالكلام ده؟ انما عايز يعودك ان تعمل وان تكدح. انا ممكن انشر الفضائل بين الناس بالحديث بدل ما ابلبل عقائد الناس، واطلع انا اسف يا شيخ محمد اتريق على عقائد السواد الاعظم من الامه الاسلاميه، واستفز زي ما هو قال مشاعر الناس. يا اخي ربنا قال في القران الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انا لو بناقش واحد بيعبد بقره او فار او بيعبد حتى قرد، انا مش هقدر اوجهه بالشكل ده، انما انا مطالب. انت شايفه انه استهزأ واستخدم اسلوبا طبعا لا يجب هو الرجل قال كده، قال انا طالع انا بستفز الناس، وعمال بيضحك، وقبل الهوا قال بس ما يخشش علينا المسيح الدجال، وخد الموضوع ايه قفشه وضحك يعني. حتى انا ضحكت معاه فيها وقلت له الدجال وقته لسه مش وقت يا شيخ محمد. يبقى ده لا يليق. أنا كداعية بدل ما أبث للناس روح الدعابة في الدين وأتكلم في قضايا مسلمات دينية بطريق مستفز، وربنا قال في القرآن ولا تسبوا الذين إذا كان الكفار، ربنا علمني ما انتقدش عقائدهم بالشكل المشين، إنما تكلم كلام علمي منطقي. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. لما أنا أطلع أسخر من عقائد مسلمين طول 1400 سنة، واتهم كل المفكرين وكل العلماء وكل فلاسفة صدر الإسلام بالجهل وبالجمود وبالتطرف وبعدم الفكر وبزرع الفكر التواكلي بين المسلمين، لما اتهم دول كلهم وقال أنا جاي أصلح لكم الدين، بالله عليك ألا مش ده قمة الديكتاتورية في الفكر وقمة الحجر على كل الآراء الموجودة في التراث الإسلامي؟ أخدها كلها آسف أكعورها كده وارميها في سلة المهملات الزبالة وأقول للناس أنا اللي جاي أعلمكم كل اللي عندكم ده غلط. طب ما أنا ممكن أنشر من خلال السنة النبوية قيم تانية جميلة. ما أنا ممكن أعلم الناس إن سيدنا النبي مثلا صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الناس ممكن أعلم الناس مثلا ثقافة العمل. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أعلم الناس البعد عن الغش. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه سئل عن أفضل العمل قال عن أفضل البيع، قال البيع المبرور. يعني إيه؟ قال عمل أفضل العمل، قال أفضل الكسب آسف، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أعلم الناس القيم دي بدل ما أطلع أتريق على عقائد الناس وأستفزهم بشكل يعني. أنا كنت أرضى بالشيخ محمد أن يستخدم طريقة علمية في الحوار بدل هذا الشكل. شيخ محمد، ومش الدكتور عبد الله فقط اللي استخدم تعبير يعني اللي بيلجأوا إلى هذا الأسلوب مكانهم مستشفى الأمراض العقلية. يعني أنت بالتأكيد تابعت البلاغات اللي قدمت ضدك ومعظمها يطالب بإيداعك مستشفى الأمراض العقلية، وأنت قلت حتى ده في عنبر خاص بمن يدعون أنهم المهدي المنتظر. نعم. وهو رأيه إنه هذه أمور لا تحتمل الاستهزاء والسخرية، وإنه تقود صاحبها إلى مستشفى الأمراض العقلية بالفعل. نعم. فضل. أولا إن كنا سنتكلم عن من يستحق دخول مستشفى الأمراض العقلية، أنا موافق أدخل المستشفى، بس معي من ينتظرون شخصا دخل سردابا سنة 230 هجريا ولم يخرج حتى الآن، ويقولون أنه سيخرج ليملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. أرض لم يملأها الأنبياء ولم يملأها 6 مليار
مستنية شخص واحد فقط. هذا الشخص لم يحدثنا القرآن عنه. لا توجد آية واحدة في القرآن تتحدث عن المهدي المنتظر، والله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا كانوا يقولون أن هناك عقيدة اسمها المهدي المنتظر ولم يذكرها الله في القرآن والله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهم يزدرون الذات الإلهية ويتهمون الله تعالى بأنه فرط في الكتاب ولم يذكر عقيدة المهدي المنتظر. اثنين، من ينتظر مخلصا يخلصه فلماذا لا يخلص نفسه؟ قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. سيدنا نوح كل إنسان سيسأل عن نفسه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كمان لست أنا أول من قال أنه لا يوجد مهدي منتظر. المفاجأة بعد أن قلنا أنه لا توجد آية واحدة في القرآن تدل على المهدي المنتظر، لا يوجد في صحيح البخاري ولا مسلم حديث عن المهدي المنتظر، إنما الأحاديث جاءت عند الترمذي وعند أبو داود. والمفاجأة أنني لست أول من أنكره. ناخد مين أول من أنكره؟ الإمام ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع في الفصل 52 في كتاب المقدمة. 2 القاضي عبد الجبار الهمذاني الجزء الأول في كتاب تثبيت دلائل النبوة في الجزء الأول صاد 179. الشيخ محمد الغزالي الإمام محمد الغزالي من أكابر علماء الأزهر الشريف. الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار وتلميذ الإمام الأكبر الإمام محمد عبده. كمان من اللي أنكروا موضوع المهدي المنتظر العلامة المفكر محمد فريد وجدي والأستاذ أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام. والمفاجأة أن هذا الكلام وأقسم بالله قاله لنا الدكتور محمد سيد أحمد المسير رحمه الله وأنا طالب في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في عام 2002 حينما كان يدرس لنا مادة الملل والنحل، وكنا نتناول المهدي اسمه المسيا عند اليهود، موجود في سفر إشعياء إصحاح 19 وموجود عند الزرادشتيين عندهم مهدي منتظر منتظرين كل واحد ليه اسم، موجود عند البوذيين. فسألناه يا دكتور ما رأيك في هذه الأحاديث؟ قال هي أحاديث في مجموعها ليست صحيحة لا يبنى عليها حكم شرعي، فالأحكام الشرعية لا تبنى إلا على قطعي الدلالة، وهذه الأحاديث في مجموعها ليست قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. وممكن نسأل أكابر العلماء المتخصصين في علم الحديث لنرى هذه الأحاديث كتبت في أي عصر، في عصر الفتن والخلافات السياسية، وقالوا أن المهدي سيظهر من خراسان عشان المخطط الإيراني اللي بيتم الآن لخروج مهدي براية سوداء يجي يحتل مصر والسعودية وغيرها وإحنا نرفع البيعة. من يقول بوجود المهدي هو يروج للمخطط الإيراني الفارسي الذي يريد احتلال مصر والسعودية والإمارات والبحرين وهدم هذه الأنظمة السياسية. هنا أسأل فضيلة الدكتور ما الحكم إذا ظهر المهدي المنتظر الآن؟ هل نسقط الرئيس السيسي والجيش المصري ونسقط ملك السعودية والجيش السعودي والنظام الإماراتي؟ خرج بكرة الصبح. ماذا انا عايز اخد بس من السؤال ده. انا عايز ارد على السؤال. هو بيقول لك لو خرج المهدي الان هل نقول لكل الزعماء والحكام العرب اقعدوا في البيت لقد جاء المهدي ليملأ الارض عدلا؟ انا رديت على السؤال ده من شويه، قلت من امارات ظهور المهدي غياب ملامح العدل، يعني غياب الدول، يعني سقوط الدول، سقوط الجيوش، سقوط الحكومات. طيب واحد دلوقتي طلع قال لي انا اسمي محمد بن عبد الله وجبنا نسبه طلع من ولد سيدنا الحسن ابن علي عليه السلام، وطلع فيه المواصفات الشكليه، طلع مثلا اقرع ومناخيره مدببه والكلام ده كله، هقول له انت برضه كذاب. ليه هقول له انت كذاب؟ لان انا عندي من شروط المهدي انه هيطلع في وقت يكون فيه الهرج والمرج.
ده مش موجود عندي دلوقتي. يبقى انا لما اقول كلام او واحد يجي يدعي حاجه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لي كل شيء واداني الدلائل التي بها اعرف المهدي او من يدعي المهدويه ان كان صادقا ولا كاذبا. ايران وغيرها، والشيخ محمد الحته في الاول قال اذا كنت اروح مستشفى المجانين اخد معايا اللي بيقولوا المهدي طالع من السرداب. الكلام ده لا يلزمني انا ولا يلزم اي واحد سني، ده عقيده ايران او الشيعه في المهدي، انا ما تلزمنيش. في قاعده يا استاذ وائل في علم الحوار بسيطه كده معروفه اسمها لا تحتج علي بمخالف. يعني ايه؟ يعني مثلا حضرتك بتقول لي انا يا عبد الله اؤمن بكذا وكذا وكذا، ينفع اقول لك لا بس فلان الفلاني بيقول كذا وكذا، هتقول لي طب وانا مالي، ما يقول براحته، انت ناقشني انا كسني، انا ماليش دعوه بعلاقات او بروايات الشيعه عن المهدي. وبالمناسبة أهل السنة قالوا كده، والأئمة اللي رووا أحاديث المهدي ده قالوا كل الأحاديث اللي فيها الراية السود دي خرافات، دي مش صحيحة. يعني عندي أئمة الإسلام من زمان ردوا على الكلام ده. الشيخ محمد قال حتة جميلة، قال أول من أنكر المهدي أو تكلم فيه هو ابن خلدون. ابن خلدون ما أنكرش المهدي، ده كلام غير صحيح. أنا حدي حضرتك نص كلام ابن خلدون. ابن خلدون قال في أول كلامه قال واعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل. ده كلام ابن خلدون. لكن ابن خلدون يعني لم ينكره كده؟ لا لا ده ما حصلش. إنما ابن خلدون عليه قال وغالب أحاديث المهدي لا يصح منها إلا القليل. شوف الكلمة العبارة الدقيقة بتاعته، راجل عالم راجل نقاد وبيفهم. لا يصح منها إلا القليل، إذن فيها ما يصح يعني. طيب أنا عايز أقول حاجة بقى، أحاديث المهدي والشيخ محمد سألني سؤال فاسمح لي أسأله سؤال. كم واحد من الصحابة يا مولانا روى أحاديث المهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم عددهم؟ كم واحد من كم الصحابة؟ صحابي سمع هذا الحديث؟ المفروض إذا كان النبي يعلم الغيب على خلاف القرآن وقال هذه الأحاديث، المفروض أنه قالها لكل الصحابة. لا أنا سؤالي محدد، كم واحد حضرتك قرأت وبحثت وجاي تنقض عقيدة معينة؟ نعم. كم واحد؟ 3 أو 4 صحابة من 100,000 صحابي. غير صحيح. كم صحابي؟ 26 صحابي من 100,000؟ يعني النبي اختص 100. لا ما اختصش، اللي حصل ان هم اللي كانوا سمعوا الكلام ده 26. يعني جاب 26 على جنب وكلمهم وساب ال 100,000. ما تاخدوش في الحته دي. ما جابهمش على جنب. انت ممكن يكون عندك 100,000 صاحب مش كلهم يسمعوا منك الكلام في نفس الوقت. عبد الله يسمعه في وقت، الاستاذ وائل يسمعه في وقت، محمد يسمعه في وقت. السؤال الثاني و26 ليس بالعدد القليل. السؤال الثاني المهم جدا، كم عدد روايات التي تتحدث عن المهدي؟ بما ان حضرتك عملت منها عايز يعني شك وصدمه، كم عدد الروايات المتحدثة عن المهدي في كتب السنة؟ اللي في كتابين يعتمد عليهم، في الترمذي وأبو داود، وإيه صححهم الألباني. الحديثين دول المفروض يبانوا 1400 سنة. يا شيخ محمد أنت راجل دارس أصول دين، يعني قاري فلسفة نعم. وفاهم الحوار ازاي. اللي يعتمد عليهم لا كتابين أنا ما فقط. سألتش حضرتك عن اللي يعتمد عليه، أنا سؤالي كم عدد الروايات التي ذكرت كلمة مهدي؟ كم رواية في السنة؟ أصح رواية فيهم لا مهدي إلا عيسى بن مريم. ماليش دعوة، دي بالعكس أنت جبت أضعف رواية. مين اللي رواها الرواية دي يا شيخ محمد؟ الله أعلم، منكم يستزيد. طيب اللي رواها يا سيدي ابن ماجه وضعيفة. حتى الإمام الحاكم لما جاب الرواية دي أوردها في كتابه اسمه الحاكم المستدرك. الحاكم كان في القرن الخامس الهجري تقريبا. قال وأنا أعجب من هذه الروايات لضعفها. يعني أنت جايب رواية واحدة أضعف رواية فيهم جايبها، وده شيء عجيب. يا شيخ محمد روايات المهدي عندك في كتب السنة اللي أنت بتقول قليلة أو بسيطة 200 رواية عن 26 صحابي. حضرتك قلت لي مذكوره في كتابين بس، الترمذي وايه تاني؟ اهم كتابين. لا يا سيدي الترمذي وابو داود. فين في البخاري ومسلم؟ لا يا انا ماليش دعوه بالبخاري ومسلم. مش اصح كتاب الامام البخاري؟ بالبخاري ومسلم مش شرط يكون كل حديث في البخاري ومسلم. عدد الكتب ودي معلومه لحضرتك، وكان ينبغي انت بتنقد، فانا اسف يعني تحضر معلوماتك عشان يعني لو سالتني انا هرد عليك. عارف مش عارف اقول لك ما اعرفش، وانا احترم فيك ان انت بتقول ما اعرفش، يعني احترم فيك ده جدا ونتعلم من بعض. في عندك 38 مصنف ذكروا كلمة المهدي، 38 كتاب، 38 إمام من أئمة الإسلام ذكروا هذه الأحاديث، تلقاها عنهم عدد بقى شوف لا حصر له. كل دول موجودون. أجي أنا بجرة قلم أقول مفيش مهدي؟ إزاي الكلام ده؟ يعني إزاي أنقض؟ وبعدين هو كمان هو بيقول مفيش مهدي، وإذا كان بقى فيه فأنا الأولى، أنا المهدي. احنا بقى وضحنا أن الشيخ محمد المحترم ليست فيه هذه الصفات. احنا خلاص اتفقنا على ده. طب ممكن تضع لي المعايير
اللي الدولة المصرية تاخدها وتكشف على 90 مليون لربما يطلع الدولة المصرية مش مطالبة انها تعمل أمال الكلام مين ده المطالب؟ ولا حد حضرتك مطالب. يعني لا 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 ولا حد مطالب. عارف هيحصل ايه؟ اقول لحضرتك كده اللي هيحصل ببساطة. هيكون في اخر الزمان حالة هرج ومرج في العالم، سقوط لكل الحكومات، مفيش جيوش، في حالة ظلم عامة. هيجي المهدي ده هيكون حاكم عادل زي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا، قلت المخلص عند زرادشت، عند الزرادشتين في مخلص على فكرة، وفي عند البوذيين، وفي عند اليهود، وفي السادة الإخوة المسيحيين بيقولوا برضو سيدنا عيسى والكلام ده كله. طيب ده كلام جميل، ايه علاقة المهدي بدول؟ المهدي عندي في الإسلام مفيش ولا رواية يا شيخ محمد ولا حديث بيقول ان احنا يجب ان احنا نعتمد عليه وان هو جاي عشان يخلص الناس. اللي بيخلص ربنا سبحانه وتعالى. هو جاي يملأ الارض عدلا؟ لا، ده جاي يحكم بمعايير حكم. بالصندوق، ايه المشكلة؟ بانتخابات ديمقراطية. انا ما اعرفش بقى ساعتها، انا لو كنت عايش ساعتها وانا وانت نبقى نروح انا وانت نشوف. طب اسال حضرتك يا مولانا، انت دلوقتي قلت بامارات هيجي، صحيح. امال ليه ربنا بيقول لا تاتيكم الا بغته؟ ده كلام غير صحيح اللي حضرتك ده ايه في القران. الايه دي غير صحيحه. الايه صحيحه. القيامه يعني تاتي لا تاتيكم يعني الا مفاجاه يعني. ثواني حضرتك، لا يتوقع احد ويقول ما فيش علامات للساعه يعني. الايه مش معناها كده. لا يجليها لوقتها الا هو. ثواني يا سيدي. الايه ربنا الشاعر بيقول اذا ده على اعتبار بس عشان يكون معانا انه ظهور المهدي من علامات الساعه. صحيح. اولا ربنا عايز اقول حاجه، ربنا سبحانه وتعالى او الشاعر بيقول يا شيخ محمد وانت عارف الكلام ده كده قريته: اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده، ومن اخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. ممكن حضرتك تقول لي كلام انا ما فهموش، العيب مش فيك والله، العيب فيا انا اللي مخي مقفل. لما ربنا قال لا يجليها لوقتها الا هو، يعني الساعه هتيجي بغته، كلام واضح. لما انا اقول حضرتك بقى عرفت منين اماراتها؟ ثواني يا سيدي. لما انا اقول ان في امارات، مش معنى كده ان الامارات دي هتحصل بعديها الساعه في وقت معين، انما ارهاصات، دلائل. زي ما انا حضرتك بشوف في السماء ممكن في غيمه او سحاب، بقول ده احتمال يقع مطر، لكن هل اقدر احدد بالوقت والتوقيت والثانيه يحصل امتى؟ اذا كان علماء الارصاد دلوقتي على ما هم فيه من تقدم يقول لك يتوقع حدوث او هطول امطار عشان في غمام وفي كذا، لكن ما اقدرش يحدد لك الوقت. فالامارات مش معناها ان انا بحدد الساعه. القران ذكر ان في امارات للساعه. رحت فين من قول الله تعالى وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها؟ بيتكلم في الايه دي عن مين يا شيخ محمد؟ اي علم؟ هل اعطيت هذا العلم؟ بيتكلم عن مين في الايه دي؟ انت راجل حافظ القران، فبسرعه مع بعض كده عشان المشاهد يتعلم. الله يرضى عنك. وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها، دي في سوره ايه الاول؟ لا احنا لسنا في امتحان. خلاص مش امتحان، ما انا مش ممتحن والله. انا بسال. طيب ايه، انت راجل درست تفسير في اصول دين اكيد يعني. نعم. وانه لعلم للساعه، مين هو؟ لا يوجد علم اسمه علم التفسير، فالله قال ولا ياتونك بمثل. انا ما سالتكش، انا عارف انك هتقول لي كده. انا ما سالتكش عن التفسير. انا عارف انت بتتكلم في ايه. انا عايزك تفسر انت ايه معنى وانه لا ما فيش حد يفسر القران. طب ما تفسرش يا سيدي. اسمه تدبر للنص. طيب يلا تدبر لي النص، قول لي هو ايه اللي وانه لعلم للساعه. الله سبحانه وتعالى علم القرآن حينما يجلى ولتعلمن نبأه بعد حين، حينما يظهر القرآن وتختفي الكتب الباطلة التي دست على الإسلام، التي نادى رسول الله في القرآن فشكانا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ادعينا أن هناك علامات كبرى وصغرى ومنها وقعدنا ندعي أن النبي قعد يقص ما حدث إلى يوم القيامة، والقرآن يقول لنا على لسان النبي، فإما أن نكفر بالقرآن ونصدق الروايات. القرآن الكريم يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا تأتيكم إلا بغتة لا يجليها لوقتها إلا هو، مش الأئمة ولا الروايات. إجابة سؤال يا شيخ محمد ماليش دعوة بالأئمة الله يرحمهم. إجابة سؤالي كده، إما أن أكفر بالقرآن وأؤمن بهذه الروايات. أنا ماليش دعوة يا مولانا بالكفر والإيمان. إجابة سؤالي كده اللي فهمته يا أستاذ وائل إن هو بيقول إنه لعلم القرآن. كلامك غلط يا شيخ ولا تعلمون نبأه بعد حين. كلامك غلط يا شيخ محمد. تفضل. فضلك الله. ليه؟ هنجيب من القرآن. ربنا قال قبليها على طول بآيتين 3: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال بعديها على طول وإنه لعلم للساعة، بيتكلم على عيسى ابن مريم، أي نزول المسيح عيسى ابن مريم، زي ما قال في سورة النساء: وإن من
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا في سورة النساء. إذا حضرتك لما نحب نتكلم في قضية نحصر كل النصوص، فلما أجي أقول يا أستاذ وائل ما فيش علامات للساعة أنا بكذب صريح القرآن، في علامات منها عيسى ابن مريم. ده بس كده مثال سريع بضربه لا على إيه؟ القرآن كلمة ساعة كلمة ساعة. طب كلمة كتاب لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. أنا بسأل سؤال، هل معنى كتاب عايز بمعنى تقول لي لا أنت كده عايز تعمل حاجة تانية. كلمة بعد ما كنا من 5 دقايق بتقول لي الساعة ليوم القيامة، عايز يقول لي ساعة هنا حاجة تانية. لا يوم القيامة. طيب لا. أنا هنا شيخ محمد أنا هرجع تاني للمناقشة دي، بس خليني أعود للقضية اللي انشغل بيها الناس وعلشان أقول لك تعليماتها، بس أنا هطلع فاصل أولا. اتفضل. لكن أنت شغلت الناس خلال الساعات القليلة الماضية يا شيخ محمد بأنه أنا المهدي المنتظر، وتطالب المسلمين جميعا بمبايعتك، وهنا على الفور الناس يعني حالة ذهول دهشة، وزي ما قلت لك اتهامات على الفور. نعم. إما أنه يكون مكانه السجن أو مكانه مستشفى الأمراض النفسية العقلية، وتم تقديم بلاغات هنا. أنت شغلت المجتمع خلال الساعات القليلة الماضية بمقولة أنا المهدي المنتظر اتبعوني. نعم. هسمع إجابتك بعد الفصل وأقول لك تعليقاتنا. هل كلامك ده بقى هيقلل من انشغال الناس؟ هل رد فعل المشاهدين هيكون إيه على هذا الكلام؟ كل الناس تتعامل معاك على إنه هو الشيخ محمد عبد الله أصيب بلوثة إلى هذا الحد إنه يقول أنا المهدي المنتظر ويقول لنا تعالوا بيعوني؟ ده ما انشغلت به الساحة خلال الساعات القليلة الماضية. ما ينفعش بعد كده اطلع اقول لهم لا ده انا كنت بعمل ايحاء. طب ما تيجي نعكس الآية يا أستاذ وائل. لما لا تقول أنني قد نصبت فخا لوسائل الإعلام وأثبتت أن هناك، أنت عارف يا أستاذ وائل؟ لا يعني أنت يعني نصبت فخا أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي. نعم يا سيدي، لكل الناس لأكشف سطحيتهم، وأنه أنا لو كتبت بوست فيه فكرة هادفة عن موضوع للبحث العلمي، موضوع مهم، ما كانش خد 15,000 تعليق. أنت في البداية بتقول أنا كتبت ذلك بأسلوب الصدمة. نعم. عشان أخلي الناس تستيقظ، لأنه الناس مشغولة بانتظار مهدي لن يأتي، والناس عليها أن تبحث كيف تملأ الأرض عدلا يعني بأشكال مختلفة، وأنك تعمدت استخدام هذا الأسلوب على اعتبار أنه بتاخده بجدية يعني. لكن لو أنا قلت أنا بنصب فخا طب الناس تصدقك ازاي بعد كده؟ لا الناس تقول بعد كده انه طب مين قال ان الشيخ محمد عبد الله نصر بما سيقول غدا لا ينصب فخا لا ينصب كمين؟ طب ما انا نصبت. خلينا اسمع ده منك بعد الفاصل. وحتى هشوف طب هل ده له تأثير على مقدمي البلاغات، وايضا يعني اناشد مقدمي البلاغات انهم ايضا يتحدثوا بشكل قانوني لماذا قدموا بلاغات ضد الشيخ محمد عبد الله نصر وطالبوا بإيداع مستشفى الأمراض العقلية. هل تفسيره الآن بيبطل هذه البلاغات ويجعلها لا أصل لها ولا وجود لها ولا مكان لها، وأن عليهم أن يتخلوا عن هذه البلاغات أم لا؟ منذ أن أعلن الشيخ محمد عبد الله نصر أنه المهدي المنتظر وطالب المسلمين بمبايعته، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. قدمت ضده عدة بلاغات. لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب أصدرت تصريحات. علماء الأزهر، مشايخ السلفية بكل تياراتها المختلفة أطلقوا أيضا تصريحات كلها تهاجمه وتطالب بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية. طيب هل بعد التفسير اللي بيقوله الشيخ محمد عبد الله نصر ده، هل ده يمكن انه يخفف من وطأة ما حدث؟ الشيخ عبد الله، ايه اللي يخلي هنا الناس تصدقك اذا كنت انت هتلجأ لاسلوب الاستغماية او اسلوب العبث بالعقول في انك تقول انا المهدي المنتظر اتبعوني، وبعد كده تطلع تقول انا هدفي من هذا الكلام جميل. هو كذا وكذا وكذا. ايه اللي يخلي الناس تصدقك؟ جميل. ان العقول العابثة الفارغة هي التي يعبث بها،
فالمشغول لا يشغل والمملوء لا يملأ. لو كان لكل عقل منا فكرة وليس يسير في قطيع خلف رجال، وكان عقلا مستقلا بذاته وكان عنده عقل نقدي، كان هيفكر بذاته مش هيستنى غيره يفكر له. 2، لو كان لدينا أجندة إعلامية يعني بناءة، ما كانش الإعلام. أنا هقول لحضرتك حاجة سؤال. أنا من الأمس حتى اليوم جاءتني حلقات ب238 ألف جنيه. اللهم صل على النبي. انت حسبتها؟ حسبت أصلا بالدولار 238 ألف بس جنيه. عايزك تؤكد إنه هذا البرنامج، ما أنا لسه هقول، ممن تركت قنوات، بالمناسبة قنوات أمريكية، قنوات ألمانية، حوالي 8 قنوات مصرية، قنوات عربية. تركت كل ده وجئتك مجانا لأقول أنا سايب كل اللي بيقولوا ده إيه، ده عايز يعمل سبوبة 208، ورغم إن أنا ندمت وأنا جاي إني ما خدتهم، مش عارف ليه. والله كنت قلت طب ما أنا كنت وديتهم مستشفى بالريش أو مستشفى الأمراض النفسية طبعا اللي هتدخلها يعني. لا إن شاء الله، لا إن شاء الله حرقوه وانصروا آلهتكم لن تتم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أنا بس هقول شيخ محمد، ما هو أيضا الجميع حينما ينشغل، لما تطلع تقول أنا المهدي المنتظر، ما هو طبيعي أن الجميع ينشغل، ولما الجميع ينشغل هناك من انشغل حماية لدينه، يعني حرصا على تنقية أيضا الساحة ممن يدعون ادعاءات من هذا النوع. ما كثيرون ادعوا أنهم المهدي المنتظر، جميل. وقدمت ضدهم بلاغات وحكموا، بعضهم دخل السجن وبعضهم دخل مستشفى الأمراض النفسية. جميل. وهنا أما حتى لو أنت بتقول أنا بشغل الساحة الإعلامية، ما هو في كل الأحوال بتشغل الساحة الإعلامية لكن بتخسر محمد عبد الله ناصر. كيف يصدقك الناس بعد ذلك يعني؟ جميل. إذا لم يكن الحيلة واقعة شرعا، يعني أن الإنسان يستخدم المكر الخير في الوصول إلى هدفه. إيه الهدف؟ الهدف رغم أن أنت بتقول أنا عندي قضية فكرية، جميل. وهي تكذيب المهدي المنتظر يعني. جميل. والادعاء بأنه والله لو في مهدي منتظر طب ما أنا محمد عبد الله ينطبق علي، جميل. أنا الأولى يعني. جميل. أنا سابقا قلت في بوست على الفيسبوك ونشرته وسائل الإعلام أنني سأنتحر، ثم بعد ذلك كتبت أن البخاري رحمه الله في كتابه أو دس عليه في كتاب بدء الوحي قال أن النبي حاول الانتحار مرارا وكان جبريل يمنعه. لماذا لم يسر هؤلاء الشيوخ وكل من لديه غيرة على دينه حينما قيل أن النبي كان يريد أن ينتحر مرارا يتردى من فوق جبل وجبريل يمنعه في كتاب بدء الوحي؟ 2، لم يسوروا حينما قيل عن النبي صلى الله عليه أنه كان يطوف على نساء وهن 9 بغسل واحد. لم تروى خطبة جمعة واحدة للنبي في كتب الصحاح، بينما رويت علاقته مع زوجاته في غرف نومه. لم يغاروا على دينهم في هذه اللحظة، وكل اللي تربصوا بيا وقفوا. خليني بس في سؤال بس خلينا في موضوعنا يا استاذ وائل عشان ما نتشرق يعني. نعم في موضوعنا بس ارد انا بس طب عشان بس الجزء ده هسمع رد في موضوعنا عبد الله اولا. في موضوعنا انا عاوز دليل من القرآن من فضيلة الدكتور عبد الله. لا ما انا عايز اريد آية من القرآن. مش شرط يا مولانا يكون في آية من القرآن، يبقى القرآن ناقص يعني. أنا عايز أبدأ بس في الوسيلة ما فرطنا في الوسيلة التي لجأ إليها. هات الآية من أولها بإذنك يا سيدي. أنا آسف. لا عايز ألجأ بس في الوسيلة التي لجأ إليها الشيخ محمد عبد الله. وسيلة مرفوضة يا أستاذ وائل طبعا، يعني ما ينفعش إن أنا آسف أطلع أتكلم. أنا قلت من شوية وبعيد تاني، القرآن بيقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنا راجل أرتدي إمامة بيضاء وبقول أنا متكلم باسم الأزهر وعايز أطلع بقول كده، الشيخ محمد بيدعي كده وأعلمكم الدين والحاجات دي كلها، أطلع أنا آسف في التعبير أشتغل الناس؟ هو ده ينفع برضه؟ هو ده منطق محترم يتعامل به مع أمة إسلامية أو يتعامل به إنسان يدعي التجديد والتفكير طب بالله عليك لو أنا جيت للشيخ محمد في قضية هو بيتبناها وعملت فيه حركة زي كده، هيقول لي أنت مثلا يعني أنت يا عبد الله جاي تستتفهني أو أنت جاي تتريق عليا؟ ده مش منطق. أنا كان من حقي إن أنا أثور وأغضب وأتضايق، لكن أنا ما عملتش ده ليه؟ أنا جاي متعجب والله لغاية النهاردة وأنا جاي مش فاهم. يعني أنا جاي في دماغي بجد إن أنا أقعد فعلا مع مهدي منتظر،
وقعدت افكر اصل ان في ناس فعلا ادعوا كده. في اخر واحد فيهم كان سنه 1400 اسمه جهمان العتيبي. لا هو في العصر الحديث، لكن ما هو معظمهم اما انه يكون عنده لوثه عقليه او عنده جنون العظمه، يعني من القراءه الكتير. الله يفتح عليك. يعتقد انه وصل علما فيقول انا المهدي المنتظر. فهم جهمان العتيبي ده عمل ايه؟ عمل كده زي عملة الشيخ محمد، قال دخل الفجر بعد الجامع بعد الفجر المسجد الحرام، وراحوا مدخلين يصلوا على الجنازات، وراح جايب صهره كان اسمه محمد عبد الله، وقال هو ده المهدي المنتظر، وراح مقفل ابواب الحرم واتكوا بالقناصه اللي معاه سنه 1400 هجريه، من تقريبا 38 سنه. وبداوا يقتلوا في العساكر والجنود. تدخلت الشرطه السعوديه، ما عرفتش تحل الموضوع، استدعوا الحرس الوطني السعودي واضطروا يدخلوا المدرعات، وكان قلق كبير لحد ما قبضوهم واتحكم على 61 واحد بالاعدام تقريبا على ما اذكر، بسبب ان في الحاجات دي. انا عندي في المسجد في السيده نفيسه الناس بتقول لي ده المهدي المنتظر، فاكرهم بيهربوا، فلقيت واحد واقف في الشمس وما بيتعبش، عينيه في قد كده في الشمس. ده ايه ده؟ وانا خارج من المسجد لقيته بيقول لي بعد الفجر كده انا عبد الله، واقف جنبي. فضلك الله. فماشي، راح بص لي قال لي ورسوله. قلت له الله يخرب بيت شيطانك، ايه ورسوله دي؟ قال لي ما انا محمد رسول الله وانا سيدنا عيسى. سيدنا جبريل جالي هنا على السلم بتاع الجامع، وراح موري لي دراعي، قال له انا عندي هنا العروق اهي مكتوب عليها محمد. كلام فاضي، تهيؤات. وانا عيني في الشمس، مش عارف ايه عيني في الشمس دي من كام سنه، وانا جزء من الشمس. قلت له طيب يا انت الشمس دي نار، انت كان زمانك ولعت فينا دلوقتي. قال لي لا انا محمي من الولع. رحت عامل كده مطلع ولعه من جيب واحد، قلت له هتولع، ورحت مولع في راحت لسع. للحظه فاق، يعني جات له شاك صدمه كده، فاق وبرق كده، ويعني كانه اسف اسبهل لي شويه، انا فعلا ده انا النار بتولع فيا. وقعد يومين ما يقولش انا عبد الله يعني انت بتقول انا جيت واعتقد انني ساجلس مع مهدي منتظر بالفعل. فلقيت ان الشيخ محمد جاي يعني. انا اسف بيهزأ بعقول الناس والمشاهدين. طب ممكن سؤال لفضيله الدكتور عبد الله؟ انا لا هرد على حضرتك في سؤال سالتهوني، ما فرطنا في الكتاب من شيء. سالتك صحيح ايه اول الايه يا مولانا؟ هنفسر القران بالقران. عايز دليل. ماشي طيب يلا يعني نشوف معانا. طيب نكمل عليها بس. سيدنا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم. هل كبيرهم هو اللي حطم الاصنام؟ يا مولانا انا مالي بسيدنا ابراهيم، ما فعلته انا دي من باب المداراة يا سيدي. انا مالي بسيدنا ابراهيم وحيله واقعه شرعا. انا بس بسال حضرتك سؤال. اولا الحيله الواقعه شرعا ما تكونش انك تطلع تشهد على نفسك وتضلل عموم المسلمين. لا 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 سيدنا ابراهيم كان بيضلل الكافرين، فما حرام عليك لما تقيس المسلمين على الكافرين. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا فضيله الشيخ، وانا ممكن اعتذر عن يا شيخ محمد. ثانيه واحده يا دكتور عبد الله، ممكن ثانيه واحده بس. طب ممكن انا اسالك؟ ما انا هسالك سؤال وبعد كده هسكت. طب معلش قبل السؤال ده سؤال. انت قلت لي دليل من القران. الامام الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله رشدي كيف استدل على حد الرجم من القرآن الكريم؟ انا ماليش دعوه بالرجم يا مولانا، ولا ليا دعوه. خلي بالك من حاجه. لا وهل هناك اصل فضيله الدكتور عبد الله رشدي يدعي ان هناك آية اكلتها الداجن من القرآن الكريم. لا مالكش دعوه يا سيدي. انا بص اقول لك على حاجه، انا بدعي ما ادعي. نرتب حلقه تانية واطلع والله قدام الجمهور معاك. وليه ما دلوقتي؟ لا انا النهارده جاي اموت الحته دي. اقسم بجلال الله لو الدكتور عبد الله رشدي جاوب على السؤال ده لاقوم دلوقتي على السجن. وهاتوا الكلام. انا مش عايزك تقوم عليه، وانا مش عايزك تروح السجن. لو قال الدكتور عبد الله رشدي ما دليل الرجم من القرآن الكريم اقسم بجلال الله ساذهب الى السجن. خلينا نشوف احنا كده بنخرج من الموضوع. ما دليلك على الرجم من القرآن؟ خلينا في المهدي المنتظر. اقسم بالله لو قلتها لاذهب الى السجن. خلينا في المهدي المنتظر. احنا جايين ندرس قضيه. لا مش معنى يا شيخ محمد انك اسف افلست في الادله تروح قلب على حته ثانيه. لا انا لم افلس. انت لم ده تنطيط يا مولانا، انا ما بحبهوش بقى. خلينا ائتني بحديث في البخاري ومسلم. انا مالي بالبخاري؟ ما قلت لك الامام البخاري اصح كتاب. وهل معنى ان البخاري اصح كتاب ان فيه كل الاحاديث الصحيحه؟ مين قال الكلام ده؟ جبته منين؟ الامام الدكتور احمد عمر هاشم. لا ما قالش قال اصح كتاب بعد كتاب هل الله. معنى رد عليا بعد اذن حضرتك، انت راجل مفكر بقى وانت راجل متحرر. انت تلميذ الدكتور احمد عمر هاشم. يا مولانا رد عليا ارجوك. هل معنى ان بقول ده افضل موبايل ان معنى كده مفيش موبايلات تاني في الدنيا؟ طب نحن ننتظر مهدي الشيعة. لما بيقول انا بس يا جماعه مش عايز ابعد، خليني بس. لا سؤال والله معلش يا زوائل. انت قلت ما فرطنا في الكتاب من شيء.
والمهدي ما جاش في الكتاب يبقى الكتاب غلط، صح؟ انا بسأل حضرتك سؤال، هات لي الآية من أولها. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ده مش دي الآية يا مولانا. لا أنا بقول لك وكل. لا أنا عايز الآية بتاعت ما فرطنا في الكتاب من شيء. بجيب لك موضع أنا عايز، لا أنا عايز الموضع اللي استدللت بيه. لا ما أنتش عارفه. إذا أسألك سؤال يا شيخ محمد. سيبك، أنا ما قلتلكش مش عارفه. طب قول لي يا مولانا. ده ادعائك أنت. وأنا آسف. طيب ممكن تقوله لي بقى؟ المشاهدين معانا يا جماعة في بعض إذا كان حضرتك الرسائل بتستدل بحاجة وناخد بعض الاتصالات وترفض الإجابة على السؤال. طيب أنا عايز بس عشان أنا هستفيد إزاي؟ ائتني بآية من القرآن يا لو سمحتوا يا جماعة، بس لو سمحت أقول بس بعض عند السنة وما آتاكم الرسول فخذوه. بس لو سمحت. لا هات أول الآية. شيخ محمد، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى وما أتاكم الرسول فخذوه، يعني النصيب اللي اداه لك النبي. بس خلينا عشان ما نبتعدش يا جماعة عن القضية، بس خلينا عشان ما نبتعدش عن القضية. عندي هنا يجب على الشيخ محمد الاعتذار لكل المشاهدين ثم اعتذار للمسلمين جميعا. ده الأستاذ عاطف عرابي شرم الشيخ، على اعتبار انك خاطبت كل مسلمي العالم يعني. نعم. يعني انت لم تخاطب وسائل الإعلام فقط يعني. شكلنا داخلين على عهد تعبير ما ينفعش اقوله يا جماعه، نلتزم في رسائلنا يعني عشان نستطيع ان انا اقول لك رسالتك يعني. هذا الرجل ممن اتخذ دين الله هزارا. الشيخ ميزو غاوي شهرة، وانت غلطان يا استاذ وائل انك جبته. لا احنا بنناقش كل القضايا، وحتى منها قضية انه اذا كان بيقول انا المهدي المنتظر للفت الانظار لقضايا بعينها هنناقشها برضه. وانا اعلم مسبقا قبل ان يدخل انه بيستخدم اسلوب الايحاء، يعني انه عايز يقول انه مفيش مهدي منتظر، وانه اذا كان موجود يبقى انا الاولى يعني. وبالتالي يعني المسألة هنناقشها حتى لو هو يمارس اسلوبا في الخداع. هنا وحياة احنا قلنا يا جماعة بلاش، عشان اقول رسالتك بلاش شتايم. ميزو خطر على الوطن. في ناس طبعا بتتكلم عن قضية المهدي المنتظر بين من يؤكدها ومن ينفيها. هناخد بعض الاتصالات. أستاذ سيد سلام. أستاذ سيد اتفضل. تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ عبد الله رشدي. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ وائل ان احنا قاعدين، عارف انت لما يكون واحد جوه منه الم رهيب وتعب نفسي من امبارح. احنا بنشوف ان الاستاذ محمد عبد الله ده كل لما واتمنى ان طبعا حضرتك الاستاذ محمد عبد الله بيطالب بحريه الراي وحريه الفكر. نقول كل حاجه يا استاذ سيد، ما اتفقنا لا تكفير ولا شتايم. لا 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 انا ما بشتمش، انا بس هقول له ان انت من الناس المؤيده لحريه الراي والفكر، فانا سيبني اتكلم معاك بحريه رايي وفكري يعني. انا مش هتكلم في الدين لانني لست فقيه في الدين يعني. عايز اقول لك ان كل شويه لما الاستاذ محمد عبد الله نصر ومعلش الشهير بميزو دي كل الناس عارفاها، مش خطا ولا ساب ولا بشتمه. الشهير بميزو كل الدنيا عارفه ان الشيخ ميزو قال، الشيخ ميزو طلع، الشيخ ميزو نزل. فالشيخ ميزو كل لما الاعلام ينساه شويه ويروح طالع باي قصه يشتم الدين، يشتم القران، يشتم الرسول، يغلط في الفقهاء علشان يظهر تاني على الاعلام. عايز اقول لك يا استاذ وائل ان الاستاذ محمد عبد الله نصر يعني راجل كل شويه، يعني راجل يا استاذ وائل طلع في يوم من الايام، وده من حريه الفكر برضه، قال لك انا بعشق الراقصه نعيمه عاكف وسعيد جدا، واتمنى ان المدارس تعلم الرقص. فانا ازاي انا راجل بيطلع بيدعي انه امام في الاسلام وامام عايز الناس تتبعه، ويدعي الان انه هو المهدي المنتظر، اصدقه بكل الكلام ده؟ انا شايف اقسم بالله يا استاذ وائل ان اللي بيحصل من الشيخ ميزو ده قمه الضرر بمصر والضرر بالدين. الضرر بمصر ازاي؟ ان في ناس كتير النهارده بتقول ان النظام ده ضد الدين. اكبر داعم لهذه المقوله هو الشيخ ميزو اللي قاعد قدامنا على الشاشه ومبسوط. اسم الشيخ محمد، اسم الشيخ محمد، ولا تنابزوا بالالقاب. الشيخ محمد
هو المهدي المنتظر ركن من اركان الاسلام؟ ما تكلمنيش بالمهدي المنتظر، الله يخليك، انا سيبني اتكلم وانت قاعد عندك البرنامج قدامك. ما انا بسالك المهدي المنتظر ركن من اركان الاسلام؟ لو سمحت يا شيخ ميزو، انا هتكلم وانت رد عليا. يا استاذي، في ايه نزلت في القران بتقول ولا تنابزوا بالالقاب، لو مسلم اكيد عارفها. ما هو انت سيبك من اللف والدوران وتاخدني يمين وتاخدني شمال عشان تتوهني. انا عيب تقول لي يمين لا عيب يا سيدي اركن بس، الله يخليك. انا دخلت على صفحتك النهارده عمال بتنشر بقى انتظروني في العاشره مساء مع الاستاذ وائل الابراشي، انتظروني النهارده وسافجر مفاجآت. المهم يا استاذ وائل، انا من حريه رايي وحريه فكري اللي اتمنى ان الاستاذ ميزو يعني يحترمها. في ايه نزلت بتقول ولا تنابزوا بالالقاب. انت مش مسلم وخايف على دينك وغيور على دينك يا استاذ سيد. يعني اذا كان يغضبه هذا ما يغضبنيش، ده انا بذكره بايه بس. يعني انا باخد حسنات ببلاش. يعني الاستاذ محمد عبد الله ناصر، من وجهه نظري انك لست بالمهدي المنتظر. مفيش مهدي منتظر اصلا، انا ولا غيري. انت المجرم المنتظر، انت المدمر المنتظر، مدمر لمصر ومدمر للاسلام ومدمر لعقول الشباب. ماذا فعلت انت للاسلام؟ الاسلام قال لك تشتغل وتعمل وتنتج، ما قالكش تستني واحد خارج من السرداب في ايران. اقسم بالله يا شيخ ميزو لولا احترامي للاستاذ وائل، انت لو مسلم يا استاذ سيد، يا استاذ سيد، الايه بتقول لك ولا تنابزوا بالالقاب. خلينا بقى يعني ما خلاص انت قلتها مره. الراجل بيقول لك قول لي شيخ محمد او قول لي استاذ محمد ولا تنابزوا زي ما انت عايز بس. يعني. بس الاستاذ محمد عبد الله. الو. انا سامع. انت شايفه انه مخرب ومدمر يعني؟ ممكن تجيب لي ايه من القران يا استاذ سيد على المهدي المنتظر؟ يا استاذ محمد عبد الله لو سمحت ما تكلمنيش في الفقه والدين، انا بتكلم في واقع على الارض. انا شايفه انك اكبر مدمر للدوله المصريه. دمرت ايه؟ دمرت عقيده فاسده جايه من عند المجوس. كل دول اسمع يا اخي اتعلم الاحترام. حاجه غريبه والله. هات لي ايه من القران وانا اديك تعظيم سلام. مش هكلمك في القران ولا في الدين، انا لست بفقيه. في صلاه وصوم وزكاه وحج ذكر في القران. انا بكلمك على واقع مرير انت بتزرعه في الشارع. الامام البخاري رضي الله عنه ما ذكرش حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي. الامام البخاري والامام مسلم ما ذكروش المهدي المنتظر. الذين يزدرون الدين يخرج الينا امثال هذا الرجل، فارجوك لا تعفو عنهم. وهذا الموضوع خطير جدا علينا كمسلمين علينا كمصريين. اذا كان هيطلع طب ما انتفضتش ليه دفاعا عن الشيخ حراز اللي داعش قتلته في سينا؟ ما شفتش حضرتك منتفض عشان الاخوان لما قالوا جبريل نزل في رابعه؟ ما انتفضتش لما جبريل نزل في رابعه وانتفضت عشان المهدي المنتظر؟ الاسلام بحيري يخرج الينا هذا الرجل الذي يعبث في الاسلام ويعبث في كل اللي بيعبث هو اللي بيقول ان القران فيه ايات اكلتها الداجن. ضد هذا العفو فضيلة الدكتور عبد الله ومن معه من التراثيين يقولون ان هناك اكلتها الداجن. عشان اسمع وقت يا شيخ. ما انت في الاستوديو يا شيخ محمد، اسمعه. اتفضل يا استاذ سيد. عمال بيشوشر يا استاذ وائل. انا عايز اقول لك يا استاذ وائل ان العفو عن الذين يخطئون في حق الدين دي جريمه ستضر بالدين. لما يطلع اسلام بحيري امبارح بعد ما يطلع من السجن يا استاذ وائل يقول اللي انا عملته قبل السجن حاجه واللي هعمله بعد السجن حاجات، دي مصيبه كبرى. يعني يا سياده الريس اللي يغلط في حضرتك اهم من اللي يغلط في ربنا. انا يا ابويا واخويا الاستاذ سيد، انت شايف ان حضرة النبي بعث بالسيف وجاء بالذبح وامر ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله؟ الخطأ في الله والخطأ في الدين الاسلامي. انت موافق على الاحاديث دي؟ حضرتك انت موافق على الاحاديث دي؟ انت عايز تقول يعني انه ده نتيجة استاذ سيد، انت عايز تقول انه ده نتيجة العفو عن اسلام بحيري؟ ماله ومال العفو عن اسلام بحيري؟ العفو عن اسلام بحيري يا استاذ وائل انا مالي ومال اسلام بحيري؟ هيخلي واحد زي الشيخ او الاستاذ محمد عبد الله ناصر ده يطلع يغلط في الدين اكتر. انا ما غلطتش في الدين، انت اللي بتدعي ان النبي بعث بالسيف وجاء بالذبح وامر ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. انا بنكر الاحاديث دي وبقول النبي بعث رحمه للعالمين. اكلمك في حاجه تطلب مني حاجه ثانيه، انت رجل عقيم. طيب استاذ سيد دلوقتي بس خلينا في القضيه. هل
هل تفسير الشيخ محمد عبد الله ناصر بانه لجأ الى هذا الاسلوب، اسلوب الاستغمايه، يعني انه يقول انا المهدي المنتظر حتى يكشف تشبث الامه احيانا ببعض انه تنتظر من لا ياتي وفقا لكلامي، وانه لا لا الناس يجب ان تعمل على اقامه العدل وعلى الانتاج، ولا تعلق نفسها بالانتظار ايا كان، وكمان عايز يقول لاشغل الساحه واصدمها بهذا الكلام. لا مش اشغل، ده انا بكشف ان احنا قاعدين للحاجات الفاضيه. هو بيعمل كده عشان يعمل لنفسه شو اعلامي. ده راجل ضعيف جدا من الناحيه الدينيه حسب ما انا شايف. ده راي حضرتك وانت حر فيه. اسمعني، احترم المشاهد يا راجل. هو ما فيش مشاهد بياخد تلت ساعه مداخله يعني يا استاذ وائل. ده حاجه غريبه والله. طيب. الراجل ده بيعمل كده يا استاذ وائل، كل ما بيختفي عن الانظار هو بيبيع انت حضرتك دخلت في النوايا عندي، بيشتري الدنيا بدينه. اطلعت الغيب ام اتخذت عند الرحمن عهدا اشققت عن قلبي. عايز انهي كلامي معاك يا استاذ وائل. طيب خليني استاذ سيد، الف شكر. الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزاره الاوقاف. شيخ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك شيخ محمد، اتفضل. ربنا يخليك ويبارك فيك. الله يخليك، اتفضل. والله اولا انا بس يعني عاوز الفت النظر، انا بعاتب على الدكتور عبد الله لانه ما كان ينبغي ان هو يجلس امام انا مش عاوز اذكر اسمه واتذكر قول القائل. ليه الحوار، ايه المشكله في الحوار؟ لا اصل هقول لك لو لديك حجه يا مولانا فاطرحها بدلا شخصي ليس مطروحا للمناقشه يا استاذ وائل. طب خليني شيخ محمد ممكن نتفق على حاجه طالما ان المتصل اديني فرصه اصل وقع في مغالطه منطقيه. اكتبها عندك، يتعرض لشخص. اكتبها عندك. اتفضل. لكل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيت من يداوي. جزاك الله خيرا. انتوا عملتوا منه بطل وعملتوا منه بني ادم. بطل ليه بس؟ ما انت بتقول حماقه، يعني بطل حماقه، يعني بطل ايه بس؟ ما اكثر الابطال في زماننا يعني. لا لحد بيعمل من حد بطل ولا حاجه يعني. وبعدين حضرتك ده ليه بيهدم الدين وضد الدين وضد اعدائه، وده سبحان الله. هو يعني هو عاوز يعمل نفسه بطل، انتوا عملتوا منه بطل من لا بطل، وعملتوا منه عالم لا عالم. وبعدين انا يعني يكفي ان انتوا بتضيعوا وقت الناس في حاجه والله. سبحان الله. ده انا اجهل الجاهلين، ومولانا الدكتور عبد الله ابو حطب وكيل وزاره الاوقاف يا دكتور محمد، اتحداك ان تاتيني بدليل الرجم من القران الكريم. اشهدوا ايها المسلمون، وكيل وزاره الاوقاف لا يستطيع ان ياتي بايه من الرجم، من دليل على الرجم من القران، وان اتى سيقول لك ان يا شيخ الايه محمد، مش اتفقنا بس نسمع المتصل بس؟ ما هو نسمعه. انت قاعد في الاستوديو. ما انا عايزه يجاوب على السؤال. يا استاذ وائل، اذا كان هو مش فاهم ازاي الحوار وكيف ينبغي ان يتكلم مع الناس وكيف يتعامل مع العلماء، وبعدين يجيب الاقوال الشاذه والاراء الشاذه، وبعدين اصلا ده يبدو ان هو عميل وسبحان الله. اتهمتني بالعماله؟ سجل يا استاذ وائل. اتهام بالخيانه والعماله وبلاغ للنائب العام. تاني، هل لديك دليل على انني عميل؟ اذهب الى النائب العام وقدم. طب خلينا اسمعه، انت سالت بقى، خلينا اسمعه. يا استاذ وائل، والله هذا الرجل عدو للدين وبيهدم في الدين وبيتكلم يرتدي عمامة الازهر يا شيخ محمد. وبعدين حضرتك يا استاذ وائل، والله استحلفك بالله الاشكال اللي زي دي ما تستضيفهاش، لان جزاك الله خيرا. بتهنني؟ الاسلام علمك كده يا وكيل وزاره الاوقاف؟ يعني ده تجديد الخطاب الديني. الشيخ محمد عبد الله ناصر لما يقول أنا المهدي المنتظر، سواء قالها جدية أو قالها إيحاء، لا هستضيفه وهنناقش ده. وكل يوم يعني منذ بداية الحلقة وإحنا بنناقش قضايا مختلفة ومتنوعة، منها ما يتعلق بأعباء الناس المعيشية والاقتصادية، ومنها ما يتعلق أيضا بدعوات من هذا النوع. أنت بتقول إنه بيشغل الأمة، بيشغل المجتمع، بيستنزفها، خلاص كل ده هنناقشه يعني. معايا ممكن سؤال؟ معلش يا سؤال. في آية لفضيلة الدكتور عبد الله بتقول
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، مش عند الدكتور عبد الله قال في أمارات للساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. سورة الأحزاب آية 63. طيب خلينا هيجاوبك الدكتور عبد الله، بس خلينا ناخد دكتور محمد على دليل الرجم لو سمحت، من بس لو سمحت هاخد دكتور محمد سالم أبو عاصي. لو دكتور جبت لي محمد دليل الرجم من القرآن هقوم أروح. دكتور محمد. اهلا يا استاذ وائل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور محمد، اهلا بيك، اتفضل. الله يبارك فيك. انا بحيي الدكتور عبد الله رشدي واشد من ازره على حججه البينه القاطعه، واشكر الشيخ محمد عبد الله جزاك الله على خيرا سعه صدره لاستماعه الى اخيه الدكتور عبد الله. وأتمنى من الأخ الدكتور محمد عبد الله نصر أن يأخذ ما يقوله الدكتور عبد الله رشدي بعين الاعتبار ما دمنا نريد الوصول إلى الحق. وعندي عدة تساؤلات. فضيلة الشيخ محمد عبد الله نصر بيقول بأن قضية المهدي المنتظر أنكرها ابن خلدون والشيخ الغزالي ورشيد رضا، وكل هذا أنا أعرفه وأعرف أنهم أنكروا هذا الكلام. إذا هو مسبوق بهذا الكلام، ليس عنده تجديد، لم يأتي بجديد. قضية تناظر فيها العلماء من قديم واختلفوا فيها، فلماذا نثيرها الآن؟ هو يقول أنا أدعو الشعب المصري إلى العمل والاجتهاد، فليدعو إلى العمل وليدعو إلى الزراعة والصناعة والتجارة لكي نشد في هذا الوقت من أزر هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية. ما الداعي أن نثير قضايا خلافية الآن سواء على سبيل السخرية أو على سبيل الحقيقة؟ وأنا لا أريد أن أدخل في النوايا كما دخل الأخ الذي عمل مداخلة من قبل بأنه يريد أن يظهر في الإعلام مرة ثانية. أنا لا أشكك في نية أخي محمد عبد الله نصر، لعله رجل يريد أن يصل إلى الحق، لكني أستحلفه بالله إذا كان يريد أن يصل إلى الحق أن يستمع إلى ما يقوله الدكتور عبد الله رشدي بعين الاعتبار، وأن يتباحث وأن يرجع إلى قواعد العلم وإلى قواعد الأصول وإلى أصول الإسلام. ثم الأمر الثاني، وأنا أسأله سؤال استعلام يعلم الله، لا سؤال متعالم ولا سؤال مشكك، هو يؤمن بالسنة أو لا يؤمن بالسنة؟ نعم. إذا كان يؤمن بالسنة فإن هناك أحاديث، فليس الأمر قاصرا على القرآن فقط، وإلا فليعلنها وعندئذ يناظره الدكتور عبد الله أو غيره. إن كان ينكر السنة فإن لنا مناظرة أخرى. الأمر الثالث، إذا كان يعترف بالسنة فليست السنة محصورة في البخاري ومسلم، والرجل من قبل قد ظهر في الإعلام كثيرا وشكك في البخاري، ومن باب أولى شكك في مسلم. لماذا نتحاكم إلى البخاري الآن؟ ويا أخي الدكتور عبد الله نصر، أنت تقول بأن البخاري روى في بدء الوحي أن النبي هم بالانتحار. عليك أن تخرج صحيح البخاري أمام الجماهير، وأن تخرج من كتاب البخاري في بدء الوحي أن النبي حاول الانتحار. البخاري أمامكم أيها المشاهدون، أخرجوا كتاب بدء الوحي الحديث الثالث في صحيح البخاري، ولن يروي البخاري قضية الانتحار في بدء الوحي. البخاري رواها في مواضع أخرى لا يسمح المجال الآن لكي أشرح، ربما الوقت مع أخي الدكتور عبد الله يشرحها لأخيه الدكتور محمد عبد الله نصر. إن شاء الله. يا أخي الدكتور محمد، إذا كنت تؤمن بالسنة فهناك أحاديث، أنا لا علاقة لي بالمهدي أو بغيره الآن، لكن القضية قضية سنة. إن كنت لا تؤمن إلا بالقرآن كما تقول، كما قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن هذا يفصله لك الدكتور عبد الله رشدي إن شاء الله، وأسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. طيب خليني هاخد بس بسرعة بس عشان الناس على التليفونات معايا. أرد على واحد بس يا الكاتب السياسي الدكتور عمرو عمار. دكتور عمرو اتفضل، سجل عندك يا شيخ محمد، وهسمع بس عشان الناس قاعدة على التليفونات. اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور عمرو، اتفضل. أنا طبعا مش عالم إسلامي ولا أدعي العلم بالإسلام في الحقيقة مثل الفقهاء من السادة الضيوف اللي عند حضرتك، ولكن اسمح لي، أنا عايز هتبايع الشيخ محمد عبد الله نصر ولا مش هتبايع؟
الاستاذ محمد. لا والله ما ببيعش انا الكلام الفاضي ده يا استاذ وائل، يعني انا في الحقيقه عشان بس مش عايز ادخل في يعني انت مختلف مع الفكره، فكره المهدي ذاتها، ولا مع شخصي؟ انا مختلف مع شخصيتك يا بيه. لا لو جالك مهدي تاني موافق عليه؟ يا عم بقول لك ايه يا استاذ محمد، انا كلامي مش معاك بعد اذنك، انا عايز اتكلم مع الاستاذ وائل. خلينا اسمعه بس، خلينا اسمعه. والنبي انا ما بحبش اتكلم مع النوعيات دي بعد اذنك. يعني النوعيات دي مالها؟ يعني لحضرتك بعد اذن حضرتك. دكتور عمرو اتفضل. مالها النوعيات دي يا دكتور؟ خلينا اسمعه بس وسجل عندك يا شيخ محمد عشان نعرف نتكلم بعد اذنك. انت مش مدي فرصه لحد يتكلم خالص. طب بتزعق يا دكتور؟ كده برضه الدين سماحه يا اخي. ايه دي؟ ما حضرتك اتفضل على طول، بس اتكلم دكتور عمرو اتفضل. استاذ وائل من المنظور السياسي وهو تخصصي هتحدث مع حضرتك. طب اتفضل. الجميع يعلم ان العالم الاسلامي يعيش حرب ضد الاسلام. هذه الحرب نشرت في كافه الصحف الغربيه وفي الصحف الامريكيه من الثينك تانكس بتاعتهم من الخمسينات ومن الستينات ومن السبعينات. بيتحدث في صراع الحضارات هنديكتون عنها، تحدث برنارد لويس عنها مع وكالة الإعلام الأمريكية في 20 مايو 2005 عن العرب المسلمون، هؤلاء القوم الفاسدون الذين يجب تدمير حضاراتهم وإسلامهم ولا يجب أن تدعهم يدمرون الحضارة الأمريكية والغربية. فهناك حرب على الإرهاب، خطط خرجت من الماي 6 من المخابرات الإنجليزية بتتحدث عن تغيير عقول وقلوب العالم المسلم وخاصة من الشباب المسلمين، ويمكن وضعوا خطوط عريضة على أسماء بعينها من الشيوخ أصحاب الجرافطات الشيك من الدعاة الجدد اللي موجودين للأسف في المجتمع الإسلامي النهاردة. إذن هي حرب على الإسلام مش مخفية، العالم كله بيتحدث عنها، هم عايزين يدمروا الحضارة الإسلامية كلها. الرواية أصلها يا أستاذ وائل في كل هذا العبث وهذا المشهد المرتبك اللي خرجوا علينا بيه في الآونة الأخيرة. نمرة واحد إن حضرتك تعالى كده ناخدها بالراحة، والبخاري بكل ما فيه هنرميه في الزبالة زي الأستاذ إسلام البحيري ما قال، والأئمة الأربعة لا نقيم لهم وزنا. فحضرتك بتكسر لي كل الثوابت الدينية بتاعتي اللي أنا اتربيت عليها واللي بيننا ربنا عليها. طب أنا موافق يا أستاذ وائل، ماذا بعد؟ ايه الريفرنس بتاعي؟ انا عايزك تدخل لي في الموضوع بس يا دكتور عمرو على طول، اتفضل. وائل بيه، هو ده الموضوع اللي الاستاذ محمد داخل في صلب الموضوع فيه، هو ده الموضوع. هنكسر الثوابت الدينيه بتاعتنا، وبالتالي هيخش في الاحاديث وفي السنه. هم قرآنيين لا يعترفوا لا باحاديث ولا يعترفوا بسنه نبويه. لا حضرتك شغال مع ايران وبتروج لمهدي السرداب. حضرتك انا عارف اللي شغالين مع ايران بيروجوا ايه؟ بيروجوا ان المهدي المنتظر جاي عشان يجي من ايران لابس عمه سوداء ويحتل مصر. بقول لك ايه يا اخ انت يا اخ انت انا اللي انت اللي اخ. ما احنا يا جماعه متفقين على انت بتتكلم مع واحد مذهب سني، هتدخلني في المذهب الشيعي ليه؟ انا لا اعترف بالمذهب الشيعي. يعني كفره؟ استاذ وائل سيبنا، يعني الشيعة كفره بتكفر 400 مليون مسلم؟ استاذ وائل بعد اذنك سيبنا نخلص الجمله بتاعتي. اتفضل يا دكتور. استاذ وائل، اذا حضرتك كسرت الثوابت بتاعتي، رمينا البخاري في الزباله، الائمه الاربعه لا نقيم لهم وزنا، لا نعترف بالسنه النبويه ولا نعترف بالاحاديث النبويه، لا نعترف الا بالقران فقط. هكذا يتحدث القرانيين في مصر. وبالمناسبه زعيم القرانيين هو من ذهب الى امريكا تحت ولايه سعد الدين ابراهيم في امريكا، وليه قصه طويله هناك مع الامريكان. القرانيين دول لا يوجد في الاسلام حاجه اسمها قرانيين او سنه او شيعه. اللي هم الذين ينكرون السنه، يعني لا ياخذون الا بالقران. الشيعه والسنه والقرانيين مشركين بالله. دكتور عمرو، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. استاذ وائل في النهايه هيحطوا المجتمع الاسلامي كله في مواجهه مباشره مع القران الكريم. طب انا موافق، من يفسر الى القران الكريم؟ حينما سالت هذا السؤال الى انصار الاسلام الاستاذ اسلام البحيري قالوا لي يفسروا النخبه من المجتمع المصري. فسالت السؤال التالي، من هم هؤلاء النخبه اللي هيفسروا لنا القران بتاعنا؟ قالوا لي عندك ابراهيم عيسى، عندك مش عارف الاستاذ مين، عندك طب ما يفسروا الدكتور عبد الله رشدي العالم الازهري. لا احد يحتكر التفسير يا دكتور عمرو. ما كان فسروا النبي لو ليه تفسير. لا يا جماعه بس لو سمحت، لا احد يحتكر التفسير. القران صالح يفسروا هذا وذاك وتاخذ من اللي انت عايزه. لا اسف يا فندم، الوجهات مش القران وتفسيره مش وجهات نظر. هناك
الازهر الشريف الذي نجله ونحترمه، وهناك ائمه وعلماء في الفقه والدين والشريعه وفي كافه مجالات العلوم الاسلاميه هم الجهه المنوط بيها ان هو يفسر لي القران. انا مش هروح لواحد من النخبه من العلوم السياسيه عشان يفسر لي ايه قرانيه. النقطه الاخيره عايز اوضحها لك يا استاذ وائل، ان من يعبث ويتحدث عن ان داعش بتستقي كافه سلوكياتها وفتاويها من البخاري هذا كذب، واتحدى الاستاذ اسلام البحيري نفسه. بعثت بالسيف، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، جئتكم بالذبح، حديث سمل اعين العيرانيين. البخاري دس عليه، نحن لسنا في معركه مع الامام البخاري، الامام البخاري كشخص فوق دماغي، انما الكتاب ليس مقدس. كتاب الامام البخاري قابل للنقد. احترم دينك، احترم حضرتك اللي تحترم دينك وما تلصقش برسول الله انه دعا للقتل. انت تنفذ اجنده لهدم الاسلام برعايه ايران ودول غربيه، وانا اعلمك جيدا. انت تدعي ان النبي بعث بالسيف وجاء بالذبح. يا عم انا ما بدعيش. بص، مش انت مؤمن بالاحاديث دي؟ طيب يا دكتور عمرو، الاحاديث دي اللي داعش بتستعملها. يا دكتور عمرو يعني من فضلك يا دكتور عمرو لو سمحت عايز اخلص جملتي. كلم المهدي كويس. انا مش المهدي، انا محمد عبد الله. مفيش حاجه اسمها المهدي. خلينا بس يا دكتور عمرو بعد اذنك اديني جملتي بعد ايه؟ طب اهدى انا هادي جدا. الراجل اللي جنبك ده هو اللي منفعل وعمال يغلوش على كل الناس لانه يفتقد للحجه. هو بيفتقد للحجه. استاذ وائل بعد اذنك، هات لي حجه من القران والامام البخاري ومسلم. امنع الكلام يا بيه، امنع الكلام، عيب عليك واحترم سنك. استاذ وائل، اتحدى الاستاذ اسلام البحيري يطلع على الشاشه متيب واحد من تنظيم داعش اللي بيروجوه في الموصل، في الرقه، في دير الزور من 2014 حتى اليوم، بيستندوا في اي فتوى منها الى اي حديث نبوي او اي حاجه. خلاص انا بشكرك يا دكتور عمرو. هاخد معلش يا دكتور، معلش سؤال، ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده. اليوم قام الدكتور الازهري الدكتور يحيى اسماعيل حبلوش، استاذ الحديث وعلومه بكليه اصول الدين، امين عام جبهه علماء ضد الانقلاب اللي بتقول على الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد ميليشيا جيش الانقلاب. الراجل ده استاذ في جامعه الازهر ويروج افكار تكفيريه، اصدر بيانا انني كافر مستحل الدم. هو بيقول دلوقتي داعش بتجيب مش عارف ايه، ده استاذ في جامعه الازهر. القرضاوي ده مش عضو هيئه كبار العلماء. اتنين عشان بس نفصل الموضوع ده. لفضيله الشيخ عبد الله يقول لنا اسم ال26 صحابي اللي روى عنهم الحديث ده، لان احاديث المهدي كلها مرفوعه. هيقولوا الدكتور عبد الله، بس خلينا يا استاذ وائل. اتنين عشان لو في جزء متعلق بالاتصالات عشان الناس قاعده على التليفونات. لو فضيله الشيخ عبد الله يقول لي ما الدليل على حد الرجم من القران، وتحداه قدام 6 مليار على كوكب الارض انه يجيب ايه من القران بتقول ان في حد الرجم. طيب خلينا ناخد الشيخ، هاخد بس 3 تليفونات بسرعه عشان ثواني. انا على فكره قاعد ساكت تمام احتراما لكلام حضرتك، انما انا عندي ردود يعني كل ده هنرد عليه. ده كلام الشيخ وليد اسماعيل. الشيخ وليد اتفضل. شيخ وليد. ايوه مع حضرتك. السلام عليكم. شيخ وليد اتفضل. شيخ وليد، يعني نلتزم، لا تكفير لا شتائم. قول اللي عندك. الحمد لله انا طول عمري ملتزم وما بكفر وما بشتم. الحمد لله رب العالمين. اتفضل. اقول الاستاذ يعني محمد نصر هينتهي من كلامه شيخ محمد وتعلق. اتفضل. نعم، هو بيتكلم على مسألة حد الرجم، وكأن مسألة حد الرجم يعني إن لم توجد في كتاب الله عز وجل فهي ليست موجودة. كذلك أنا أسأله عدد الركعات سواء الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء هل موجود في القرآن؟ فإن لم تكن في القرآن فهل للمسلمين أن يتركوها أم لا؟ ثانيا، إن كان حد الرجم يعني إن كان هو يراه أنه هو حد قاسي على المرأة الزانية أو على الرجل الزاني، فسبحان الله فهذه غيرة الإسلام على سواء المرأة أو الرجل. فهل إذا كانت هذه المرأة وهذا الحد هو عقوبة قاسية فهل له أن يشرح لنا هذه الآية عندما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أليست هذه عقوبة قاسية أيضا أم لا؟ صحيح. أليست هذه في الإسلام أم لا؟ قرأها قبل ذلك أم لا؟ أليست هذه آية في الحرابة أم لا؟ ممكن يرد عليا في النقطة دي بس يا أستاذ وائل؟ اتفضل. أرد؟ اتفضل. رقم 2. واحد الأول، الصلاة بتقول عدد ركعات الصلاة وصل ازاي؟ أولا الإمام البخاري ومن جاء بعده أدون كتابه في الصحيح سنة 220 هجريا، يعني بعد وفاة حضرة النبي صلى الله عليه بقرنين من الزمان. أنت بتصلي بدون ركوع ولا لا؟ ما أنا اصبر عليا. فهل مكث المسلمون 200 عام؟ دلوقتي بتقول إذا جاء حاجة في القرآن. طب ما تصبر، بجاوبك. الصلاة بهيئتها والزكاة والصوم والحج هي سنة عملية تواترية نقلت إلينا بالتواتر، زي ما حضرتك يا أستاذ وائل والدك وانت صغير علمك الصلاة. هل فتح لك كتاب البخاري؟ أصلا كتاب البخاري ما فيهوش وصف الصلاة، في صلوا كما رأيتم. هو بيقول لك بالقياس انه يعني سنة عملية مش كل من لم يرد في القرآن عليك أن تجهله يعني أو تنكره. جيب لي أحاديث صحيحة نعترف بيها لو سمحت. إنما ده حديث موقوفة ومرفوعة. ركز معايا. يبقى أنت كده أثبت وجود عدد الركعات بالتواتر. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المهدي أيضا جاءت بالتواتر. لم تبلغ ما التواتر عليه الأمة كلها. لو سمحت. إنما 26 واحد من مليار ونص مليار مسلم. اسمعني بس للنهاية. فلماذا أخذت بالتواتر عدد الركعات ولم تأخذ بالتواتر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي؟ عشان المليار ونص بيصلوا صلاة واحدة بشكل واحد. لو سمحت اسمعني. بعد عهد سيدنا عيسى هناك كانت فترة من الزمن، وكان في الإنجيل بشرى بأنه سيأتي محمد، والناس اعترضت سواء بعد سيدنا عيسى أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة الزمنية. فكذلك أنت تعترض على وجود المهدي كما اعترض هؤلاء القوم على وجود محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هات لي أحد. هو المهدي نبي؟ هو المهدي نبي؟ اسمعني للآخر. ليس عليك هداهم. منتظر فيه من صفات النبوة. يعني ايه؟ استغفر الله العظيم. وهو الذي يقيم. انت بتدعي ان في نبي جاي بعد النبي محمد؟ صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله وخاتم النبيين. يا شيخ وليد عد الى دينك. تدعي ان في نبي جاي بعد سيدنا محمد؟ ما تدخلنيش في مسألة تانية. لا يعني في نبي جاي بعد سيدنا محمد معينة على المجيء. هم اعترضوا على مجيء محمد صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا عيسى. كذلك أنت ده سيدنا محمد نبي، المهدي نبي. وروايات صحيحة هتعترض على أحاديث وروايات صحيحة بأنه المهدي سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في فترة من الزمن كما استغفر الله العظيم. أنت هتساوي المهدي بالنبي؟ طب احنا هناخد المهدي بتاع السلفيين ولا الإخوان؟ يا أستاذ وائل خليه يسمع. خلينا أسمع بس يا شيخ محمد. سجل عندك. ماشي اتفضل. النقطة الثالثة، هو يقول أنا اخترعت هذا الأمر أو قلت من المهدي حتى الناس تعمل وين ينتظرون المهدي. من قال أننا لا نعمل انتظارا للمهدي؟ قول لي بتنتج ايه يا شيخ وليد؟ النقطة بقى الأهم. قول لي أنتجت ايه؟ الميكروفون اللي بتتكلم منه صنع الغرب. لو سمحت أنت بتشتغل ايه؟ قول للناس يا محمد. باحث ومفكر ديني، وليه كتابين نازلين معرض الكتاب اللي جاي بإذن الله. يا أستاذ محمد، قول للناس أنت أنتجت إيه للإسلام وللمسلمين وللشعب المصري. أمام الأستاذ وائل أنتجت منهجية علمية اسمها نقد المتن، مستعد أجي أشرحها في حلقة منفردة أو مع الدكتور عبد الله. معلش لحظة واحدة. لم يأتي بها أحد من السابقين. لا تؤمن بروايات صحيحة، لا تؤمن بمسألة التواتر. لا، هات لي حديث صحيح وأنا أعترف بيه. رأيت من اتخذ إلهه هواه. لا حضرتك ما تجيبليش حديث عكس القرآن. يا شيخ وليد خليني بس في صميم القضية. هل أنت صدقت؟ هل أول ما أعلن الشيخ محمد عبد الله نصر أنا المهدي المنتظر فاتبعوني، هل صدقت أنه قال هذا الكلام على سبيل الجدية، يعني أنه يطالب المسلمين باتباعه وأنه أصبح المهدي المنتظر بالفعل؟ أنا منذ ظهور محمد نصر على الساحة العربية أنا لا أصدق ما يقول أصلا ابتداء،
ولا انظر اليه بنظره انه شيخ حتى لو ارتدى العمامه الازهريه. ولكن انا ليا برضو تعليق على مساله اكل الداجن والايات واللي هو عمال يتكلم بيها. لا ده كان عليه. اذا كانت الداجن اكلت بعض الصحائف اللي كانت تحت سرير السيده عائشه فلم تاكل القران الكريم الذي وجد في صدور الرجال. استغفر الله العظيم، شاهدين يا مسلمين. السلفيين وشيخ من الازهر بيقول ان في ايه من القران اتاكلت من تحت سرير السيده عائشه. ده كلام الشيعه، ده كلام المجوس اللي بيرددوا لهدم الاسلام. ربنا قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. انت رايك في ايه يا دكتور عبد الله؟ في ايه اتاكلت من تحت سرير السيده عائشه؟ مين يا استاذ وائل؟ انا ما بحبش الطريقه دي في الكلام، انك تلاحق الواحد. انت قلت انت عملت في ايه اتاكلت من المصحف؟ ده مش منطقي. في ايه اتاكلت؟ هرد عليك حالا. رد عليك بتأني عشان الجمهور يعرف. رد بتأني يا استاذ وائل. لو واحد دلوقتي مسك المصحف واحرقه او مسك 100 مصحف وحطهم في النار، هل معنى ذلك حتى لو اخذوا المصاحف ده لا يلغي ان له لحافظون؟ هل بذلك يبقى هو ساعتها كان في مصحف محطوط وكان في سرير اصلا؟ يا استاذ كان النبي بينام على الحصير. الداجن دي ايه؟ الداجن دي يا استاذ دي المصاحف ديت اللي هي الصحف اللي بتكتب عليها. كان كل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم صحائف، يعني ايه؟ دفاتر كده بيكتبوا فيها بينقلوا فيها سواء سنه او قران. شيخ وليد بدون تفاصيل، انت معزه واكلت بعض الصحائف دي معناها انها اكلت الصحائف دي كان مكتوب فيها ايه؟ كان في نسخ ثانيه يعني منها؟ انا دي نقطه. طب كان فيها ايه ايه بس؟ كان اسمها ايه التكليف؟ ما رايك في الايه التي تقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا؟ ما معنى يصلبوا هنا؟ الصلب لو عايز بتوسع، هناك فرق بين الصلب والتصليب. باختصار بسبب واحد. هرد عليك برضه، لا مؤاخذة يا شيخ وليد، انا هرد عليك باختصار لان والله انا مش من هواة السهر وعايز انام بدري. ليه؟ فاحنا بقالنا ساعتين قاعدين بنحكي في حاجات كتير. ده انا بص، فخلينا نختصر. طيب ممكن نختصر على الاخر عشان نجاوب. بس عشان يا جماعه هنتهي بس من التليفونات. طب انا هختصر على ده جزء متعلق بالتليفون. هختصر على الاخر. طيب شيخ وليد عايز تقول حاجه ثانيه؟ سجل ده عندك. لا معلش انت تعتقد ما الذي يقصده الشيخ محمد عبد الله نصر بهذه الضجه؟ يعني بهذه الضجه خلينا اعود للمهدي المنتظر لامام اخر الزمان. يا استاذ وائل، محمد نصر بيختفي شويه ويرجع لنا بهذه الاشياء عشان يظهر يتنطط في فضائيه من هنا لهنا لهنا. واقسم بالله رفضت عد القنوات اللي رفضت الظهور فيها وزوائل. ما معنى الصلب في الآية يا محمد أستاذ محمد؟ ما معنى الصلب في الآية؟ وهل هذه الآية صب في جبين المسلمين أم لا؟ معنى الصلب ولا التصليب؟ الصلب إنما جزاء الذين يحاربون الله أن يصلبوا ولا يصلبوا في الأرض فسادا أن يصلبوا أو تقطع أيديهم. بص يا سيدي، التصليب أن يعذب الإنسان ثم يربط حتى يموت. أما الصلب أن يوضع على الصليب حتى تأكل الطير من رأسه فيموت من أثر الصلب لا من أثر العذاب. قال في سورة يوسف، طب اسمعني أفهمك الفرق. في سورة يوسف قال أما أحدكم فإيه فأني أراني أحمل فوق رأس خبز، قال له إيه؟ تصلب فتأكل الطير من رأسك. إنما في السورة دي ما قالش يصلب، قال يصلب. هل هذا الأمر وحشي من الإسلام؟ يعني هذه آية وحشية لا تتماشى مع البني آدم والإنسانية؟ لا طبعا، ده احنا لازم نطبقه على داعش ومؤيدينهم وعلى أعوان ربعة ومؤيدينهم وأعوان الإخوان ومؤيدينهم وأعيان حازم صلاح أبو إسماعيل الإرهابي ومؤيدينه واللي تصور معاه واللي كان في حملته واللي كان في حركة حازمون الإرهابية. لحظة لا تعمي على الناس، لا تعمي على الناس. لا أنت قبلت للإنسان إن هو ممكن يصلب وتقطع أيديه وأرجله من خلاف. ليه؟ لأنه حكم موجود في كتاب الله عز وجل. فلماذا أنكرت الرجل؟ ما هو قال يحاربون ويسعون بصيغة المضارع، يعني في استمرارية. طيب شيخ وليد، بس أصلا كده لو قعدت أدخل في كل نقطة بشكل تفصيلي هنحتاج أيام يعني. طيب أنا بشكرك. الاختصار بس يا طيب الأستاذ خالد الزعفراني وبعدها أستاذ خالد الزعفراني اتفضل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أشهد الله سبحانه وتعالى
اني سمعت باذني من شكر مصطفى زعيم التكفير ان وليه كتاب اسمه التوسمات ان هو المهدي المنتظر، واشهد الله سبحانه وتعالى امام الناس جميعا انني سمعت من شكر مصطفى كلام في سب في الائمه ونقد فيهم يشابه تماما ما يقوله اسلام البحيري. هذا الكلام مسجل، يعني عندي على تسجيلات موجوده عندي ومكتوب. انت سمعته من واقع المعايشه يعني حينما عايشت شكر مصطفى يعني؟ عندما كنت ارد عليه واناقشه، ودي مسجله عندي ما يقوله اسلام البحيري بالحرف. احنا دلوقتي بنتكلم مع الشيخ محمد عبد الله ناصر، اسلام ليس معنا. طب هكمل ما يقوله، هتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده. ما يقوله اسلام البحيري بالحرف من نقد للائمه هو نفس ما يقوله شكر مصطفى زعيم التكفير، وايضا اغلب زعماء التكفير بعد كده كانوا بينقدوا الائمه وبيرفضوا كلامهم. ده شيء. شكر مصطفى كان ليه ايضا باب اسمه التوسمات، وهو كان بيرى ان احنا في اخر الزمان وان خلاص اقترب العهد، وكان كان على نفسه او كان بيظهر نفسه ان هو المهدي المنتظر. ولذلك عندما جاء به الاعدام الى مقصله الاعدام يعني قال لن اعدم، وكان يعني اتباعه يتصورون انه لن يعدم ابدا. فهذه اقوال هي سواء كانت سب الائمه او نقد العلماء هي سبب التكفير، وهذه هي سبب انتشار التكفير في العالم العربي. وداعش ما هي الا نتاج للاستهزاء وعدم الاهتمام باقوال الائمه، زي الامام ابو حمد الغزالي اللي كان بيرى ان يعني من قال لا اله الا الله فهو مسلم، والائمه جميعا على ذلك. نقد كلام الائمه ما يقوله اسلام البحيري. خليني بس انا دلوقتي في كلام الشيخ محمد عبد الله نصر. الاخ محمد نصر ما يقوله يعني هو وجد ان الباب مفتوح لاسلام البحيري ليقول ما يقول. مالنا ومال اسلام البحيري؟ معذور انه يقول زي ما اشمعنى اسلام انا البحيري. بقول من قبل اسلام ما يقول رد على الموضوع. بص يا استاذي، استاذ جمال، هقول لحضرتك حاجه. استاذ خالد الزعفراني في قاعده في القران الكريم اسمها القواعد انا دلوقتي بتكلم، يبقى انت رد عليا بعد ما اخلص. اما اخلص كلامي طب اتفضل يا استاذ خالد. في حاجه اسمها المغالطه المنطقيه، انت تركت الموضوع ودخلت في الشخص. طب خليه يكمل، خليه يكمل. رد على ما اطرحه من افكار. انا مش هكلمك ولا ارد عليك، انا بتكلم كلام عام. انا راجل ليا. ما احنا مش بنتكلم كلام عام، الحلقه مش مخصصه للكلام العام. رد عليا يعني مر على اشكال زيك مئات. اشكال زيي؟ جزاك الله خيرا. هل هذه أخلاق المدافعين عن التراث؟ أنت بتدافع عن التراث بأنك تسب الناس؟ ماله شكلي؟ مش ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ ربنا خلقني في أحسن تقويم. خلينا يا شيخ محمد اسمعه بس، اسمعه سجل عندك. ناقشت مدعي النبوة وليس المهديين. كان في ناس بيدعوا النبوة في السبعينات، ناقشتهم وكلهم جميعا كانوا يهاجمون كلام الأئمة والعلماء. ما يحدث الآن من أمامنا ده هي دي الفوضى الخلاقة، هي ده جزء من الفوضى الخلاقة. ليه يعني الكلام ده هيعمل فوضى خلاقة ازاي؟ ليه يعني؟ طبعا الكلام اللي بيقوله اسلام البحيري، وانه بيقول بعد كده انه هيهاجم القرآن وهيبين تناقض القرآن وهيفتح الباب للهجوم على القرآن بعد ما انتهى من الهجوم على الأئمة وعلى البخاري ومسلم. هي دي أخطر شيء في الفوضى الخلاقة. والملايين من الناس اللي سامعه، واحد بيقول انا المهدي والثاني بيقول كلام الائمه. انت خايف على دينك من نفرين؟ دين يعني الاسلام باق ما بقيت السماوات والارض، ولو اجتمع مليون محمد عبد الله ومليون اسلام بحيري لزعزعه ايه واحده من القران ما زعزعوها. انتوا اللي ايمانكم ضعيف خايفين تفكروا. خلينا نسمعه بقى. شيخ خالد، يا استاذ خالد، يا استاذ وائل، احنا في موقف خطير جدا. انا قضيت عمر ارد على فكر التكفير يعني وقضيت سنوات والحمد لله نجحت في رجوع ناس عن فكر التكفير. ما يحدث الان من اسلام البحيري او بالاخ اللي جالس او غيره هو انتصار كبير لفكر التكفير.
جماعات التكفير تستفيد كثيرا من انتشار هذه الافكار من هذه الفوضى. لا، ده جماعه الاخوان والسلفيين. انت ما جبت سيره داعش ليه والاخوان والسلفيين؟ الاحداث فوضى دينيه، عدم ما اتكلمتش عن السلفيين ليه والاخوان. خليني اخلص كلامي. ما انت بقالك ساعه ما بتطرحش حاجه. خلينا هاخد بس بعدين عقود هشام سرور وبعدين ارجع للاستوديو. لا استاذ خالد عقود هشام سرور اتفضل. السلام وبركاته يا استاذ وائل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ارجو من سيادتك بس انك انت ايه نعلي الصوت بس يا جماعه. عقود هشام كما اتفقنا لا شتائم ولا تخوين. لا ولا تكفير. يعني ايه لا شتائم ولا تخوين؟ انا راجل ده انا ما بخشمش حد. ولكن انا هواجه محمد عبد الله نصر بشويه حاجات كده، ارجو انه يرد عليا فيها. اتفضل. في صلب الموضوع. نعم في صلب الموضوع. لا انت مش هتفرض عليا انا اقول لك ايه. طيب عقود هشام بس اتفضل بس خلينا هو محمد عبد الله نصر يعرفني الاول ولا لا؟ يعني انا بس عارف حضرتك اللي كنت ساعه الثوره بتقعد على القهوه بتاعت عم حسن قهوه وادي النيل تشرب نسكافيه واحنا في الاشتباكات ضد الاخوان. حلو قوي. وحضرتك عقيد؟ حلو قوي. حضرتك عقيد في القوات المسلحه؟ وانت شايفه بيشرب نسكافيه ما جايز شاي؟ لا اصل انا عارفه. ما جايز قهوه. مش قابلتني في اخر مره في العزا في عمر مكرم خدتني بالحضن والبوس وانت قبلها كنت شاتمني على صفحتك؟ طبعا. طيب خلينا نسمعه. باش تشرب نسكافيه بعد كده. اولا يا استاذ وائل عشان يكون عند حضرتك خلفيه، الشيخ محمد عبد الله نصر بيستخدم اسلوب الاشتباكيين الثوريين لانه تلميذ نجيب سامح نجيب رئيس معهد الدراسات الاشتراكيه. والكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده موثق تمام، لان محمد عبد الله نصر اللي بيضحك ويضحك ويتضاحك ويتلاعب بالشعب المصري ويقول انا عامل لهم فخ ويستهون بعقول الناس المصريين حتى البسطاء منهم، لان المثقفين عمرهم ما هيصدقوه. انا ماليش دخل بموضوع المهدي المنتظر ولا هذه الخرافات ولا الهرتلات، ولكن محمد عبد الله نصر ليه تاريخ مع اليساريين في معهد الدراسات الاشتراكيه عند سامح نجيب، وكان ليه محاضره انا مسجلها له وموثقها له كانت ضد حكم المجلس العسكري. دي نمره واحد. نمره اثنين ثانيه واحده مع الاشتراكيين الايه؟ ضد المجلس العسكري. طب روح قدمها للنائب العام بكره يا سيادتك. مش انت عقيد؟ بقول لك ايه انشر كارنيهك النهارده لو عقيد على صفحتك. لا منشور ومعروف كويس جدا، والكلام ده تروح تسال فيه شؤون ضباط اللي انت اساسا لا تجرؤ انك تقوم. لا ما انت عارف انا كمان عسكري على فكره ومعايا بطاقه علاجيه وبروح شؤون الضباط. انت مش عسكري، انت ابوك كان عسكري الله يرحمه. ابوك كان عسكري الله يرحمه. انت انا بس خليني بس اكمل جملتي وبعد كده ابقى غلوش عليا زي ما انت عاوز. تمام؟ اللي بيرتدي عمامه الازهر لا يشرب السجاير. اللي بيرتدي عمامه الازهر لا يجلس في اماكن بتقدم خمور. سيادتك كنت على طول مقيم في قهوه الحريه بتاعه اليساريين اللي في باب اللوق، والكلام ده موثق ومصور. سيادتك كنت على طول مقيم. طب ما تنشر لنا الصور والنبي ارجوك والنبي ابعتها لي على صفحتي عشان دي ذكريات. ابعت لاستاذ وائل الابراش الصور، لان انا بقول لحضرتك ابعتها لي. ده قهوه الحريه دي قهوه معروفه طبعا. حضرتك دخلتها ليه بقى؟ لا دخلتها عشان اوثق ليك. عشان تصورني؟ لا. طب ابعت لي الصور، ده تذكار جميل جدا. هبعت لك الصور وانت اقول لك على حاجه، هات الصور دي وبالله في كوبايه ميه واشربها على الريق وهتبقى كويس. طيب. بعد اذنك الحوار يا استاذ وائل، بعد اذن حضرتك اكمل. انا قاعد اتفضل على الخط 35 دقيقه. تمام؟ بعد اذن حضرتك ما يدعي ان هو شيخ قدامك. انا بس مستاء جدا ان هو يعني بيرتدي عمامه الازهر وهو كان يقارع النساء ويجلس معهم ويدخن السجاير على مقهى وادي النيل. الاخ دوت كان من اكبر. يعني انت كنت عايز تمنع النساء تقعد في ميدان التحرير؟ نعم. كنت عايز، ما انت كنت الستات بتواجه وانت كنت قاعد على القهوه بتشرب معسل. الستات اللي مش عاجبينك اجدع ست كانت بتضرب الاخوان بالجزمه وانت كنت قاعد بتشرب نسكافيه على قهوه عم حسن. اخوان مين اللي بالجزمه؟ هو كان الوقت ده ما كانش فيه اخوان يا ميزو. شايف الاسم ده ملوش الا الاخوان يا حمشان. رد على الموضوع. تعرف ترد على الموضوع؟ جدا. انا بكلمك في الموضوع، في صلب الموضوع، انك انت اساسا لا تستحق انك انت تكون ليك مصداقيه ولا ظهور على الشاشه بعمامه الازهر اللي اساسا لا يجب ولا يجوز ولا يحق ليك انك انت تتصرف بيها. انت جزاك الله خير. تنتمي للاشتراكيين الثوريين. كنت بتحاضر في المعهد الاشتراكي اللي في شارع محمود بسيوني، وكنت دايما بتبقى قاعد على القهوه. روح بلغ عني النائب العام. لبس الازهر. نائب عام مين؟
انا بقول لك انا ما بقولش عشان يا سيدي احنا في حلقه بنتكلم عن المهدي المنتظر. طيب. عندك حاجه فيها؟ حقيقتك يا لو جاي تناقش الثوره ما تخليش. انا يعني في صميم الموضوع يا عقود هشام، انت شايف خطوره ما يقوله الشيخ محمد ايه؟ انا بتكلم على ان لا، انا ما بقولش الشيخ محمد، انا بقول محمد عبد الله نصر ميزو هذا لا يستحق اساسا انه لا يدعي ان هو لا مهدي منتظر. يا هشام هي سبوبه التحرير خلصت، وسبوبه 30/6 ورجال الاعمال اللي كنتوا بتنزلوا باجر. ما تخليناش نخرج بره الموضوع يا استاذ وائل. هنفتح في الثوره، هفتح في كل واحد قبض جنيه في ميدان التحرير. يا جماعه لو سمحت، انت اكتر واحد تاجر وعلى صفحاتك وقلت انا عندي مرض الكبد وصورت نفسك في اوضه النوم بتاعتك. او الحمد لله الجيش المصري العظيم ما سابنيش ومعايا بطاقه علاجيه من القوات المسلحه. عايز اعرف بقى انت بتصرف على نفسك منين وبتاكل وتشرب منين ومسترزق منين؟ من معاش ابويا. يقول لي انت بتسترزق منين؟ كنت قاعد في التحرير يا استاذ وائل. لا مش هرد عليك. محترمه، انا ليا وظيفه محترمه وانا عارفها، انما طيب. انت مالكش وظيفه ومالكش في كنيه اساسا. انت اساسا لا تستحق انك انت تكون في هذا الموقف اساسا. انت راجل اساسا كنت بتشرب الخمر وتقارع النساء، تشرب السجاير على شايفه ده حد القصف بيقول ايه؟ تقارع ايه؟ تشرب الخمر. انا هنا عقود هشام، انا مش هستهدف الناس في خصوصياتها، ما حدش يعني انا ماليش علاقه بخصوصياته يعني، ومفيش ادله على هذا ده يجلد 80 جلده بشريعه الاسلام. انت خارج عن مله الاسلام تجلد 80 جلده حد القذف. اتهمني دلوقتي ان انا اضاجع النساء وهو ما عندوش 4 شهور عدول. الف شكر. انا محتاج ان انا اتكلم بعد اذنك يا ريت، لان انت طبعا الشيخ محمد رد كتير، فعايزين بقى بس يعني ارجو نختصر الكلام. يجاوبنا على سؤالين. آية من القرآن عن المهدي المنتظر، يقول لي يقول لي كمان اسم ال 26 صحابي والاحاديث ده مرفوعه. انا اسمع بس منه، انا اسمع بس منه. اتحدى قدام ال 6 مليار يجيب لي دليل الرجم من القرآن. اقسم برب العزه ما طالع تاني في اي قناه لو جاب لي دليل الرجم من القرآن. اتفضل دكتور عبد الله اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ محمد بيقول ان كل حاجه لازم تكون مذكوره في القرآن، مع انه من شويه قدام الدكتور ابو عاصي في المداخله ساله هل تؤمن بالسنه؟ قال له نعم اؤمن بالسنه. اذا هو يؤمن بالسنه مجملا. السنه يعني ايه؟ يعني حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردت فيه بعض التشريعات. يبقى انا مش محتاج ان انا كل حاجه او بعض الاخبار، مش محتاج ان كل حاجه اجيب لها ايه من القرآن الكريم. دي اول حته. تاني حاجه الشيخ محمد بيقول لي صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. خليك معنا يا شيخ محمد بس الله يخليك. معلش سيب في الجيش علمونا الكلام بيتسمع ما بيتشافش. طيب ماشي يا سيدي. قال ان الحديث دوت موجود في البخاري. طيب انا اسال حضرتك سؤال بصفتك رجل من خريج اصول الدين، اصلا ما هو شرط البخاري في احاديثه؟ بص يا سيدي، عايز الحق. لا انا مش عايز الحق، انا عايز اللي البخاري قاله. الحق بتاع حضرتك وبتاعي وبتاع السؤال ما يلزمنيش. لا اصل انا عامل علم مناقض، لان انا ضد علم الروايه، انا مع نقد المتن. من فضلك ما يهمنيش الاسناد. من فضلك انا اقل من ان انا اناقشك كمفكر او كعالم، انا على قدي بناقشك. العفو، ده انا بتعلم من حضرتك ومستني تجيب لي دليل الرجم. ما انا هجيب لك كل حاجه بس بالراحه. قول لي دلوقتي ايه هو شرط البخاري في احاديثه عشان نعرف الكلام ده في البخاري ولا لا؟ الله اعلم، والله فضيلتك اعلم مني. طيب جزاك الله خير. لما انت حضرتك لا تعلم وتقول الله اعلم، لماذا تنقد امرا انت لا تعلمه؟ ده السؤال التالي. انا عايز اتعلم من حضرتك. طيب اذا مجال التعليم يا استاذ شيخ محمد ليس على الهواء وفي بلبله العوام. تجي لي مسجد السيده نفيسه اقول لك ايه هو شرط البخاري واشرحه لك. خلاص بس بعد ما تقول لي ايه الرجم اللي في القران. طيب ايه الرجم اللي حضرتك تعلمه؟ دكتور عبد الله ممكن بس انا لازم اطلع فاصل اجباري واخليك تكمل بعد ده. اتفضل يا فندم. هطلع فاصل وبعدها هنكمل معاك. وسواء كان الشيخ محمد عبد الله نصر يتعامل بجديه مع ادعائه بانه المهدي المنتظر ويطالب المسلمين في كل أنحاء العالم بمبايعته، أو كان يتعامل معها على سبيل الإيحاء وعلى سبيل توجيه رسائل معينة. في كل الأحوال بعد الفاصل هيبقى عندنا سؤال في غاية الأهمية، يعني اللي هو البعض بيقولوا إن هناك منهج بيحاول إنه يتبعه البعض لشغل المجتمع بقضايا للاعتداء على ثوابت الدين، وهو ما استمعنا إليه من البعض من المتصلين، وإنه كمان يبقى في حالة الشقاق والانقسام بهذا الشكل.